السلام عليكم تالتة ثانوي، عاملين ايه يا رجالة؟ بمناسبة ان الطلبة كلها عايزة ايفالويشن واسترشادي بتاع 2026، فاحنا اوريدي مخلصينه وعملناه، ومستر علي ومستر تاح فتاح تمام كتيم، يعني احنا عملناهم ال10 نزلوا لك على الابليكيشن. بس عشان انا برضو احب اوفر لك الوقت طبعا، يعني يلا نختار اهم حاجات في كل ايفالويشن، فده اللي هنبدا نظبطه من الاخر. ده ملخص ايفالويشن 2026. مبروك عليك، صباح الفل. يبقى انت تتفرج على المسائل دي، لو انت حالل يبقى دول هم اللي تمام، يبقى انت كده لميت الدنيا وخلصت. بس الحاجات التانية محلوله قبل كده، وجات لنا قبل كده، وجات لنا بعد كده، وفي المعاصر وفي التفوق وفي الوافي وفي زد اكزام، انتوا فاهم، حالين حاجه و80 امتحان. يعني في ناس داخله للفوق عدت ال 80 امتحان، وفي اقل بوبي عندنا، اقل بوبي حلل 40 امتحان وحاسس ان هو مقصر. فاخويا برضو ده ملخص، فايه انت مش محتاج، لو انت مش محتاج او انت مستعجل في الوقت فده معاك. يلا بينا. عاش فاضافي يعني فوق اللي احنا حليناه، اضافي. يلا يا باشا، ماشي يلا يا باشا. دلوقتي انا المسائل اللي احنا اخترناها في امتحان 1 13 18 24 26 خلاص، 27 و32 و 36 دي الوحيده اللي بالانجلش. يلا اوكي، خش يا باشا على اللي بعده. نمبر 13. اول حاجه يا باشا نمبر 13، كل الكلام ده كلام عادي لزوز، عملناه شقلبناه. نمبر 13 بقى، نمبر 13 بقى، نمبر 13 بقى. يلا يا باشا توكلنا على الله، صباح الفل، من غير تحضير، هو كلام عادي. يلا ماشي معانا ربنا بقى. ماشي a student moved يا معلم ماجنت toward the solenoid connected to a sensitive galvano. ماشي it let it settle عند الميدل اوف ذا solenoid. ماشي the galvano pointer momentarily deflect and then return to zero as soon الماجنت as settles. ماشي the correct explanation للبوينتر returning ليه؟ طيب انا دلوقتي حركت الماجنت جوه جالفان او جوه سولونويد، فالجالفانو اللي على السولونويد حبيب قلبي اتحرك وبعد كده وقف. خلاص وقف ليه؟ الناس مش عارف ما بيجي لها شلل ليه؟ The magnet stop functioning as a source of magnetic field. ماشي vanishing attractive force في المagnetic and coil. هو انجلش، الموضوع انجلش. vanishing the relative velocity between the magnet and the coil. شكرا، ادي الانسر بس خلاص كده تمام. The coil resistance to induce the current becomes very high to the magnet is stationary. اي كلام. بص يا باشا دلوقتي الريلاتيف فيلوسيتي بتاعتنا بالصلاه على النبي عليها وقفت. ريلاتيف فيلوسيتي يعني ايه ريلاتيف فيلوسيتي؟ لان احنا قلنا لو هما الاثنين ماشيين بنفس السرعه فبالتالي بيطلع الريلاتيف فيلوسيتي بصفر. فانا بالنسبه لي اهم حاجه بالنسبه لي الهز، الموشن، صح كده؟ فهو ليه بقى البوينتر ريتيرن؟ عشان الموشن وقف. فالريلاتيف فيلوسيتي العلاقه ما بين مش الماجنت بس، وهو مش بقى الماجنت ستوب ذا فانكشن. يعني ايه الماجنت ستوب؟ وقف عن العمل. اوكي، هيبقى قلبي vanishing relative velocity between، وقف الريلاتيف فيلوسيتي الفانش بيطير البقعه، بس ما بين اهم حاجه ريلاتيف ما بين اللي هو عندنا في المنهج ريلاتيف ما بين الماجنت والكويل، مش ماجنت وخلاص. صعب الكلام؟ حلو الكلام؟ تمام. اديله اللي بعده. يلا يا باشا الكلام ده تافه. 18. ماشي الكلام ده حليناه كتير حليناه كتير حليناه كتير، هبل بقى، عبس عبس الهري. 18 يلا بينا. شكلها حلوه وجميله واموره، ما تنجز يابا. ماشي اللي بعده. ماشي دلوقتي انا عندي بالمنظر ده الار اكيد اتحركت والباشا دي اتغيرت، بس هنا الان ب6 والان هنا ب4. ماشي انت عايز ايه؟ عايز اعرف ان انا عندي هنا 10 في بي وعندي هنا في بي. احنا لازم هنقرا الاي ام اف الاولاني ب 10 في بي ونجليجبل ريزيستنس، والار فاريبل بتاعتي بالمنظر ده. وايل ذا سكندري مش عارف الباتري بتاعتي اسمها في بي اند اذا ريزيستنس تيكن فروم ذا ريستات ريديوست. يبقى انا كده عرفت ان الار فاريبل حبيب قلبي عامه قلت، الار فاريبل اللي هنا، يبقى الاي عامه زادت، يبقى الفاي عامه زادت، وبدل عينها بزاد في المجتمع يبقى المجتمع هيخش باكورد. انا هولد باكورد. جميل. انا انديوسد 3 في بي. حلو، يبقى انا 3 في بي. حلوه دي، صايعه موت. ماشي اسيومنج يا معلم الريت اوف ذا تشينج فلكس مش عارف ايه از ايكوال ذا ريت اوف تشينج اوف ذا فلكس مش عارف السكندري كويل. ذا برايتنس اوف ذا لامب كام؟ طيب معلش والنبي كده خلي بالك الاي ام اف انديوسد كام يا اخويا؟ 3 في بي. طب ما تيجي نشوف يا باشا احنا كان معانا اللمبه دي منوره بكام؟ اللمبه دي كانت منوره في بي، فانا معلش كده انا هعمل لك اللمبه اهي، اللمبه مع ايه
اللمبه اهي تك 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 كانت شغال فيها في بي. قشطه. تعال نجيب بقى الانديوزد الجديد، تعال نعيش. طيب بص كده، عايز اعرف برايتنس زاد ولا قل، وزاد كام ضعف. ماشي. وخلي بالك الان بتاعتي برضو هنا من 6 ل 4، ودي مش فارقه في التو كيسز لان هو بس يا دوب هيعمل انديوزد. هنشوف. قشطه. طيب بقول لك ايه يا عم الحاج، ادي عندي 10 في بي وعندي في بي، يلا نولد الكهرباء الاساسيه. ادي الاي باتري نمبر 1 ماشي، ودي كده على فكره الاي باتري نمبر 2، ادي كده دي الاي باتري نمبر ايه، نمبر 2. هو بقى بلد انديوزد باكورد. اوكي خلي بالك انا ولدت باكورد، فانا الباكورد بتاعي عكس دي كده الاي باتري، ودي كده الاي انديوزد بتاعتي. خلي بالك الاي انديوزد دي عامه هي مش في بي، هي 3 في بي، ده الانديوزد. تمام. عشان اصلا ماشي، الثلاثه دول هيحصلوا في البرايمري. طب دي جامده، دي جامده حلوه قوي. ماشي. طب احنا هنعمل باكورد هنا وباكورد هنا، يعني احنا من الاخر هيطلع لنا باكورد هنا. الثلاثه في بي ده في البرايمري. اوكي يبقى انا عندي 3 في بي. طيب انت عايز مني ايه؟ عايز حبيب قلبي معلش هات لي الدلتا اي على الدلتا تي عشان اشوف الدلتا اي على الدلتا تي الناحيه الثانيه عملت ايه. برضه ده مش معقول. طب استنى عليا. الاي ام اف ايكوال 6 ل 4. انا عايز اعرف الفي بي هناك ايه اللي حصل لها. هو ثبت الدلتا بقى الدلتا تي. يبقى ريشيو ان. ماشي يبقى ريشيو ان. طب ما ده اللي انا هعمله، اجيب كده كده اجيب الدلتا اي وهي ثابته. دلتا فاي دلتا اي هي الان. طيب ما كده كده مش فارقه معايا، ما انا كده كده ان دلتا فاي قصدي، ما دلتا اي هي دلتا فاي. ما انا عارف ما قشطه. طب ادي دلتا فاي على الدلتا تي. يلا بينا يلا بينا. فالاي ام اف عامه انا دلوقتي بتكلم على البرايمري كويل، وبتكلم على الان كويل، وبتكلم على الفايل الاولانيه. هو بقى مثبت الريت. ايوه تمام قشطه. فالاي ام اف ايكوال ان دلتا فاي على الدلتا تي. ماشي. الاي ام اف اللي اتولدت 3 في بي، الان بتاعتي اللي انا شغال بيها حبيب قلبي ادي 6، فاقدر اقول لك ادي دلتا فاي على الدلتا تي. نعملها ريشيو فعلا افضل، بس عامه الدلتا فاي على الدلتا تي هنزل الستة هنا بالديفايدد، فالدلتا فاي على الدلتا تي كده على بعضيها هتطلع 3 في بي على الستة، يبقى 2 1 على 2 حبيب قلبي في بي. ده كده الدلتا فاي على الدلتا تي. نروح بقى نشوف الباشا هيولد الناحيه الثانيه كام. فالاي ام اف حبيب قلبي للميوتشوال، يعني من الاخر السكندري ايكوال الان دلتا فاي على الدلتا تي. الدلتا فاي هو نفس الدلتا فاي اللي هنا، بس الان مش هي، لان الاي ام اف الثاني يبقى ان تاني فاي تاني بس البي بتاع الاولاني. فالان بتاعتي حبيب قلبي اصلا الناحيه الثانيه الان الثاني ب4. الدلتا فاي بتاعتي حبيب قلبي اتفقنا ان هي نص في بي. جبنا نص الفي بي منين؟ الان اهي ب4. النص في بي ده الدلتا فاي اللي احنا جبناها بتاعت الثاني، هي الاثنين قد بعض. يبقى انا هيتوصل الناحيه الثانيه 4 في نص، يبقى 2 في بي. يخرب بيت العسل ايه القمر دي. يبقى الاي ام اف اللي هيتولد، وهنا دول السلوك زي بعض، فانا اقدر اشتغل من بره باكورد. باشا هنا ده الار بتقل، الاي بتزيد، الفاي بتزيد، باكورد الباشا ده بيمشي كده، يبقى الناحيه الثانيه هيتولد اي انديوزد، بس الاي ام اف بتاعتك بكام يا معلمي؟ 2 في بي. قشطه. حلو. يبقى انا معايا لمبه، اللمبه دي كان اوريدي فيها في بي ماشيه كده، وفيها دلوقتي انديوزد 2 في بي ماشيه كده. يبقى حبيب قلبي الاثنين دول عكس بعض، فالتوتال بتاعي ده ماينس ده 2 ماينس كذا، فهيطلع لي برده التوتال بتاعي في بي. زمان كان فيها في بي، ولدنا 2 في بي وبالتالي بقت في بي. فعامة في بي وهي الثانيه في بي، يبقى الباشا على بعضيها كده ريمينز ايه؟ كونستانت. تمام. بس هي ريشو برضه هتبقى اسرع. انا معاك. لا اللي كان بيروح دلتا تي ويعمل سيلف كان بيعطل بسبب انه معهوش لينس. ما انا كده كده مش عايز سيلف، انا كده كده عايز ان. انا قصدي دلتا اي دي، انا قصدي دلتا فاي، عشان هنا على فكره التغير في الاي فبيغير في الفاي. في الاول عندي بيتغير في الفاي. كان في ناس كمان كانت بتحلها ترانسفورمر. برضه اتحل ترانسفورمر على فكره، ان الدلتا فاي اصلا برضه ثابته في الترانسفورمر. ماشي نكمل اللي بعده. 24 دي عسل قوي، بس برضه نفس مستوى التفوق، يعني مش مرعب.
في عشق بقى الحاجات دي، في عشقها، بحبها موت. ماشي. الفيلوسيتي عندي هنا في ودي في و2 في، بس المسات مش زي بعض. ماشي. لازم يقول هنا المسات هنا بكام. الماس بتاع البروتون اهي از جريتر من الماس بتاع الالكترون. ماشي. هي كده خلصت اصلا. مين عنده ويف لينس اعلى؟ سهله. الويف لينس يا باشا، بس ده بارتكل، فاحنا الويف لينس يا جدعان مش اتش في سي على اللامدا. الويف لينس بتاعتي اتش على ام في يا معلمي، الكترونات وبارتكلز. جميل باشا. عايز اقول لك ان هنا دي الماس بتاع البروتون. لو اتكلمنا على الماس بتاع البروتون، الماس بتاع البروتون هي اعلى، ودي اعلى فيلوسيتي فيهم، فدي اقل ويف لينس فيهم. قشطه. ودي تجاب الحب يعني، مش تجاب المسائل. فماس بروتون واثنين فيلوسيتي، فدي كده اقل ويف لينس، يبقى نمبر سي اقل واحده، نمبر سي اقل واحده، نمبر سي اقل واحده، نمبر سي مش قد البي اكيد. اوكي. نخش على الاثنين دول نفس الماس، بس الفيلوسيتي هنا قلت. فالفيلوسيتي عامه في الثانيه في نمبر بي الفيلوسيتي قلت، فالويف لينس بتاع بي اعلى. فالويف لينس بتاع بي مش زيها، الويف لينس بتاع بي اعلى، الويف لينس بتاع بي اعلى. ايكوال بقى ولا ايه؟ لا، هو الفرق شاسع موت. احنا هنا دلوقتي ابن اللعيبه مثبت فيلوسيتي بس قلل لي الماس، بس في ذا الكترون هو قالها لك اهي اقل، والماس بتاع البروتون اعلى. يبقى هو ثبت لي فيلوسيتي ما بين التو كيسز دول، والماس بتاع الالكترون اقل، ماس الكترون اقل، فالويف لينس بتاعته اعلى. يبقى الكيس بتاعت ايه؟ بوم ترخ. بتاع دي من الحاجات اللي بتيجي موت، الحاجات البسيطه اللي بتيجي. نمبر كام بقى بعديها؟ ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. انجاز يا رب. ماشي. 26. ماشي. اديله تك 26. ها اللي بعده. بتاع دي قديمه قوي، بتاع دي قديمه قوي. ماشي. من ايام زمان يعني. if the energy of the third level negative E the energy of the first level دي كام؟ بتاع دي برضو كانت بتجنن الطلبه دايما، بتجننهم، عبيطه جدا بس بتجننهم. باشا انا همشي معاه نيجاتيف. ادي اي 3 الثيرد ليفل اسمه نيجاتيف اي. طب ما هو برضه اي 3 ده نقدر نفك بقانون نيجاتيف 13.6 على الان سكوير ايكوال نيجاتيف اي. طب النيجاتيف هيطير مع النيجاتيف، واقدر اقول لك نيجاتيف 13.6 خلاص بقى بوست بقى 13.6 على 3 سكوير، لان هو ليفل 3 ايكوال برضه اي. انا عايز طلب بسيط. ال 3 دي كده كده سكوير ب9، انا عايز اجيب ال 13.6 ايكوال كام؟ هي دي تركه المساله اصلا. فالسي سكوير تطلع هنا. ايه رايك لما نجيب ال 13.6 ايكوال دي 9 في اي؟ هي 9 في اي. خلي بالك اول ما تشوف 13.6 بعد كده هتكتب مكانها كام؟ 9 اي. تعالى بقى نجيب ليفل 1 اللي هو قال عليها دي. ليفل 1 حبيب قلبي ايكوال نيجاتيف 13.6 على ان سكوير اللي هو كام من الاخر؟ 1 سكوير. يعني من الاخر الاي 1 ايكوال نيجاتيف 13.6. بس احنا اتفقنا اتفاق من ثانيتين ان ال 13.6 لما تيجي اكتب عليها 9 اي. خلاص كده شكرا. انا معايا 13.6. اول مره نجيب ان الرقم هو النون، الرقم ذات نفسه. فحبيب قلبي ايكوال نيجاتيف 13.6 يبقى نيجاتيف 9 اي. بس خلاص خلاص. اشتغل بيهم. اللي بعده رقم 27. يلا السؤال اللي بعده 27. يلا يا رجاله. ماشي. الراجل بقى عايز ايه؟ الراجل عايز بتاع دي لسه حليلها اصلا في التقييمات اللي فاتت. ماشي. الراجل عايز انت لما تطلع فوق مين اللي هيريبريزنت الانرجي اللي هيطلع. ماشي. ويتش فيكر البوسيبيلتي. بصوا يا جدعان انا طلعت عند الانرجي وطلعت فوق من الفيرست، والراجل محترم اهو قال لحد الثيرد، والراجل اهو ما جابهاش كسهم. انا لما طلعت عند الثيرد ايه اللي هيحصل؟ هعمل ايه؟ عندي اوبشنات اتفقنا. يا اما انا من الثيرد هنزل عامه للاولاني، يا اما من الثيرد هنزل للتاني وبعد كده هنزل لمين؟ للاولاني. طيب ده كده معناه لو ده هيدروجين اهو، هيدروجين اهي، كده معناه ان انا طلع لي 2 الترا فايلوت وواحده فيزيبل لايت وواحد طحينه. صح ولا ايه؟ يبقى انا كده 2 الترا فايلوت وادي فيزيبل لايت. تمام. يبقى انا كده هيطلع لي اول حاجه 3 مش 2. يبقى ده ولا 2. هو دي علامات الويف لينسز. هو مش كاتب الجراف. طب ما يعملوا جراف. مش عارف. المهم خلاص. بس خلي بالك 2 الترا فايلوت يعني انا من الاخر لازم 2 يكونوا الانرجي بتاعتهم كبيره وجنب بعض مش بعاد. يعني ايه؟ يعني دول كده الانرجي بتاعتهم كبيره، اللي هم مثلا تعالوا نقول ده ايه، ده بي، ده سي. ايه وبي دول حبيب قلبي هيكون الانرجي بتاعتهم كبيره، والويف لينس بتاعتهم حبيب قلبي صغيره. الوحيده اللي شويه الانرجي بتاعتها قليله والويف لينس بتاعتها كبيره هي الباشا دي. فانا من الاخر عايز واحده ويف لينس كبيره واثنين ويف لينس صغيره. عايز واحده ويف لينس كبيره واثنين ويف لينس صغيره. على فكره هنا الويف لينس صغيره وهنا ويف لينس صغيره، فالانرجي بتاعتهم حبيب قلبي كبيره.
هنا ويف لينس كبيره فالانرجي بتاعتهم، هنا ويف لينس كبيره ماشيه لقدام فالانرجي بتاعتهم صغيره. هو بقى ما جابش اهي دول 2 ويف لينس كبيره فانرجي صغيره، فدول كده يعتبروا 2 فيزيبل، انا عايز 2 الترا فايلوت. صباح الفل. فالانسر برضو دي مش هتنفع. فالانسر عامه فيجر 1. على حاجه ان هم كاتبينهم بالعربي، فاهمني، هم عاملينهم بالترتيب العربي. ماشي. اللي بعده يا اسطى 32. ماشي. 32 يا جدعان 32 المتينه حبايب قلبي الحلوين. انت عايز ايه بقى؟ وات ذا نمبر اوف بوسيبيليتي اللي هيطلع في الاوتبوت بتاعتنا. نمبر اوف بوسيبيليتي اوف ذا اوتبوت از هاي. انت هنقعد نعمل بقى جداولنا المتينه. ماشي. يلا يا رجاله توكلنا على الله. اصلا هوبا كده في هوبا كده. ادي ايه بي. طب البتاعه دي اللي احنا حليناها اصلا، دي اللي كل مره بنحلها، ايه هي؟ تصدق والله ده انا افتكر حافظها. هيطلع 2 صح، 2 هاي صح. ماشي. ادي ايه وادي ايه داش، وهننزل من هنا ايه. ماشي. وبعد كده هنطلع هنا بي وهنا بي داش، وهيطلع حبيب قلبي هنا البي، وعندنا هنا ايه وبي داش هيطلع ام، وهنا دي هيطلع ان، ودي اكيد ذكري. قشطه. ربنا يكرم بقى. ايه داش. ماشي. ممكن نعملها بس على خط كده عشان يبقى شكلها افضل. انا مش عارف شلت دول ليه. بيو 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 ايه بي ايه داش بي داش الام الان ذكري. ماشي. 0 1 0 1. ماشي. 0 0 1 1. الجدول الايه الاساسي بغير كل واحده بغير كل 2. ماشي. ايه داش يبقى 1 1 0 0 0 1. البي داش 1 0 1 0. انا غيرت عامه الباشا ده. قشطه. قشطه. انا غيرت بس الايه. الام بقى عباره عن ايه داش وبي. ايه داش وبي ده الام في اند يعني تايمز. تايمز عينيا. يلا نعمل تايمز. 0 1 يبقى عامه ب 0 تايمز 1 في 1 ب 1 0 في 0 ب 0 1 في 0 ب 0. الان برضو A وبي داش A وبي داش ودول عامة الان، وبرضه هعمل تايمز دول كده 0 في 1 ب 0 0 1 ودول 0. قشطه. دول كده 0. الزد ده هنعمل بلس ما بين الام والان ده 0 1 1 ايه 0. كام هاي بقى نمبر اوف هاي اللي طلع يا معلم؟ عندي 2 هاي هيطلعوا. 0 1 0 1 ادي عدد 2 اللي هيطلعوا. حطيتها دي ليه اصلا؟ عشان العيال كانت دايما بتشوف ان هو نوت هيقلب فالاند مش هيشتغل فهيبقى النمبر اوف بوسيبيليتي بتاعتك 0. تمام. 36 36 36. ماشي. يلا بينا. متر المتين. ماشي. يلا يا رجاله نقرا. انا عندي باشا ار جي ماشي مش مشكله. فيكسد ار سي فاريبل ار في فاريا في بي انترنال ريزيستنس اليونيفورم سكيل كي 1 لما يتقفل اونلي هيبقى بوزيشن اكس. كي 2 لما يتقفل اونلي ادي كي 1 هيبقى بوزيشن اكس. كي 2 لما يتقفل اونلي هيبقى بوزيشن ذكري معروف. كي 2 بقى وكي 3 توجذر ذا بوينتر ديفيت عند واي زين ذا ريشيو بتوين ار. يلا يا رجاله ريشيو. يلا كميه ريشيوهات بنت حرام. ماشي. كي 1 لما يتقفل عامه دي كده الار اكس بصفر فاكيد هيقف عند اي ماكس ملهاش اي 3 لازمه. قشطه. نقدر نجيب منها الار جي بس انا مش معايا اصلا مش هيستفاد بحاجه مش فارق معايا كي 1. كي 1 لما يتقفل فكده دي الار اكس مش موجوده هنا كده دي الار اكس ايكوال صفر فعشان كده اكيد هتقف عند اكس ده كده كده. كي 2 بقى لما يتقفل هتقف عند مين؟ كي 2 لما يتقفل يقف عند ذكري. كي 2 لما يتقفل هيقف عند ذكري دي كده بتاعت 2 وكي 3 هيقف عند واي دي كده بتاعت 3. قشطه؟ ماشي. كي 2 لما بيتقفل اونلي حبيب قلبي هيبقى ار 1 هي اصلا قال ايه؟ كي 2 وكي 3 بيقفل واي. طب ماشي. كي 2 وكي 3 مع بعض هيجيبوا واي يعني ده كده مش 3 ده كده 2 و 3. ماشي. توجذر ابن اللعيبه كمان عامل ايه؟ ماشي. طب نمسك واحده واحده. كي 2 لما يتقفل يا جدعان ده اللي هتبقى الار اكس بتاعتي ار 1 وار 2 دي عسل قوي. ماشي. طيب مبدئيا عند 2 انا واقف هنا. ماشي. الجهنميه يا جدعان الاي ماكس عامه كام شرطه والاي بتاعتي كام شرطه؟ قشطه. الاي ماكس بتاعتي ادي 1 ادي 2 ادي 3 ادي 4 ادي 5 ادي 6. يبقى الاي ماكس عامه بتاعتي 6 شرط. الاي ماكس بتاعتي عباره عن ماشي 6 شرط
والاي بتاعتي عند زد يا معلم، اللي هو قال لك انا عند كي 2 هاجي عند زد. ماشي، هاجي عند زد، فهي عباره عن شرطه. خلاص ادي شرطه. طيب الاي ماكس عامه هيطلع الاي ماكس هتبقى 6 في اي زد على 1، يبقى 6 اي بتاع الزد. ماشي، وساعتها اقدر اقول لك ان الار اكس بتاعتها ايكوال عباره عن 5 ار ديفايس، لان هي دي ب6 يبقى دي رجاله ب5. طيب الار اكس بقى بتاعتي عباره عن مين يا معلم؟ عباره عن ار1 زائد ار2، دي ايكوال 5 ار ديفايس. سيبها للذكرى، سيبها لحياتك. نقفل بقى كي 2 وكي 3. هو لما نقفل دول مع بعض، ماشي، لما نقفل دول مع بعض كده، معلش الار اكس اللي احنا شايفينها الاثنين دول كده باراليل مع بعض. ماشي، ودي كده الار اكس بتاعتي، دي كده الار اكس بتاعت ايه؟ زد. بس ار1 بلس ار2 ايكوال 5 ار ديفايس. يلا يا باشا تعالى بقى نجيب واي. واي نفس القصه، الجهنميه يا اخوانا، الجهنميه يا اخوانا. الاي ماكسيمم 6 شرط اهي، لسه كاتبها اهي 6 شرط. بس هو قال لك انا مش عايز اقفل كي 3 فانا بجيب ار1 بس، لا انا عايز اقفل كي 2 وكي 3، وجات عنده واي. ماشي، يبقى انا الاي بتاعتي بتاعت الواي كام شرطه بقى؟ ادي 1 ادي 2 ادي 3. ماشي، يبقى انا بالنسبه لي دي 3 شرط. يعني من الاخر الاي ماكس ايكوال اي واي في 6 على 3. 6 على 3 دي يعني ب2 يا حبيبي، ايكوال اي واي. ماشي، يبقى الار اكس بتاعت الواي حبيب قلبي اللي هم كلهم بارل مع بعض، دول الثلاثه دول مع بعض حبيب قلبي، اقدر اقول لك ان احنا دي اي ماكس ايكوال 2 اي واي، يبقى 1 ار ديفايس. اوكي، طيب ما دام هي 1 يا معلم، يبقى انا بالنسبه لي 1 ار ديفايس. ماشي، الار اكس بقى هنا اسمها دول بارل مع بعض، ده سيريس مع دي وبعد كده بارل مع دي. يعني من الاخر اقدر اقول لك ان هي عباره عن ار1، دول كده لازم يتعملوا سيريس. ماشي. طب ما تيجي نجيب ار1 وار2 كده زي ما هي كده، نسميها 5 ار ديفايس عشان ما يطلعش عين اللي خلفونا. دي كده على بعضيها. ماشي، بس هتكبر موت. ماشي، يبقى 5 ار ديفايس في ار1 اللي هي ار1 بلس ار2، دي كده 5 ار ديفايس على 5 ار ديفايس بلس ار1. الكلام ده ايكوال ايه؟ ار ديفايس. ماشي، ار ديفايس هيشيل مع ار ديفايس عشان فوق تايمز. جميل، دي تطلع فوق. يبقى انا بالنسبه لي 5 ار ديفايس في ار1 هتتضرب هنا في 1، هتبقى 5 ار ديفايس، 5 ار ديفايس بلس ار1، دي طلعت فوق ايكوال 5 ار1. خلاص الار ديفايس اتشالت، ايكوال 5 ار1. دي هتروح بالماينس، يبقى 4 ار1 ايكوال 5 ار ديفايس. ويبقى الار 1 عامه هو عايز ايه اصلا؟ عايز ار 1 على ار 2. ماشي، ار 1 ايكوال 5 على 4، ادي 5 على 4 ار ديفايس. حلو قوي، حلو قوي بجد. يبقى انا كده جبت ار 1 5 على 4 ار ديفايس، فاضل لي بقى ار 2. ار 2 حبيب قلبي، حبيب قلبي انت جبت ار 1 اهي، ايكوال 5 على 4 ار ديفايس بلس ار 2 ايكوال 5 ار ديفايس. ماشي، يبقى دي كده 15 على 4، يبقى هتودي دي بالماينس، يبقى R2 ايكوال 15 على 4 ار ديفايس. ماشي، اوكي، وديت بس دي بالماينس 5 25 ازاي؟ 15 انت عملتش، يبقى عملت بلس. ماشي، يبقى 15، يبقى 15 على 4 ار ديفايس، ودي كده ار2. انا كده جبت ار2. الار ديفايس هتطير مع الار ديفايس، والاربعه هتطير مع الاربعه، و5 على 15. الانسر 1 على 3. ايه المساله الجهنميه دي؟ مساله حلوه قوي، الناس دي جميله قوي يا شيخ. وكده ده ملخص اكزام نمبر 1. خش على اكزام نمبر 2. يلا بينا. السلام عليكم ثالثه ثانوي، الامتحان الثاني. يلا يا جدعان، ده هنا ما فيهوش حاجه اصلا، امتحان كيوت، كلام عبيط. المهم يا معلم احنا اخترنا ايه؟ هم 4 اسئله حلوين قوي على الباشا ده. طبعا انت فرحان، طبعا انت شايفك كنت قاعد بتسقف يا صاحبي. تمام، اوكي، حلو قوي، مرضيه معاك، اديله. يلا يا باشا، نمبر 8. تمام، ذا ريشيو بتوين ذا تورك مش عارف ايه.
ماشي عند البي وير از ذا كويل ميكس انجل 60 ويز ذا كذا 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 كذا. ماشي مش فاهم حاجه. ويز ذا ماجنتيك فلكس مش عارف ايه. وهو ان ذا سيم كويل ميكس انجل 30 ويز ذا كذا. مش فاهم. ماشي الراجل قال لي ذا ريشيو بتوين ذا تورك ماشي ذات افكت الكويل كارينج كارنت بليزد ان يونيفورم ماجنتيك فيلد. ماشي فين بقى الريشيو؟ وير از ذا كويل بلين انجل 60 ماجنتيك فيلد. طب اديني ايه ذا طيب؟ مفيش ريشيو اصلا. قال لك انت ذا ماجنتيك دايبول ان ذا ماجنتيك دايبول هو ان ذا كذا. هو عايز قيس كام يعني في الاخر ايكوال كام؟ طيب يعني هو التورك على الماجنتيك دايبول. طيب ايه المشكله؟ وين بقى ذا سيم كويل ميكس انجل 30 with the same magnetic field. طيب هو عامة زمان التورك عامة كان ايكوال ادي بي في الماجنتيك دايبول ساين. شوف بس الكويل ميكس انجل 60 with the magnetic field. طب هو هنا قال البلين اوف ذا كويل ماشي وهنا الماجنتيك لاينز يعني قال لك مع البلين. فهو كده كده الانجل دي مش هصدقها دي كدابه ده خاين. فبكل بساطه الانجل ب 30 جميل. فانا من الاخر التورك على الماجنتيك دايبول يديني بي ماشي يديني بي ساين 30 ماشي شكرا. ساين ادي 30 ادي الريشيو اللي هو مديهوني. هو مش مديني بي مديني بي ساين 30 يعني هاف بي. ماشي مش مشكله ادي هاف بي. انت بقى عايز ايه يا عم القمر؟ وين بقى ذا سيم كويل ميكس انجل 30 برضه مع سيم ماجنتيك فيلد. طب يعني انت مش فاهم هتبقى التورك عايز مش فاهم. ها؟ هي الفكره بس ان هو عايز التورك لما يكون بي يعني تبقى بي ساين 60 يعني. لا هي ساين 30 بس خلاص. ليه؟ هو بيقول لي هنا انه عايز ريشيو التورك لما مديني البي ومديني الانجل على الماجنتيك دايبول لما يكون الانجل بكذا. الماجنتيك دايبول مش علاقه بالثيتا اصلا. ماشي ما هو برضه ستيل لا التورك هيتغير. لا هو بس الماجنتيك دايبول لما يكون الانجل بكذا. فين السؤال؟ ما هي الفكره في صيغه السؤال. فين انت فين السؤال؟ فين السؤال؟ فين بجد والله العظيم فين السؤال؟ انت فايند ايه؟ يعني فين كالكوليت؟ هو ولا هو عايز ريشيو؟ هو عايز ريشيو. ذا ريشيو بتوين ذا تورك في الماجنتيك دايبول وير يا معلم الكل كانت عامله انجل 60 ماشي انزل ماجنتيك دايبول. يبقى انت كده التورك لما كان عامل انجل 60 عملنا كده ونزلنا الماجنتيك دايبول اهو الانجل 60 بقت 30 ماشي. وير ذا بلين اوف ذا كويل ماشي. هو ان ذا سيم كويل بقى ميكس انجل 30. لا يا حبيب قلبي انجل 60. هو كده كده نص بي. ايوه نص بي. هو هنا عايز ريشيو التورك لما تكون الانجل ب 30 مع البلين. وبعد كده بيقول لي ديفايد الماجنتيك دايبول لما تكون الانجل ب 30. الماجنتيك دايبول ملوش علاقه بثيتا اصلا. بس الريشيو هتتغير. التورك هيتغير. انا مش بتكلم على الماجنتيك دايبول. ماشي بس طب يبقى دلوقتي الريشيو اتغيرت يبقى التورك فوق اتغير على الماجنتيك دايبول. اللي كان فوق على الماجنتيك دايبول. يعني يعني هو عايز الماجنتيك دايبول لما غيرنا الانجل. لكن نفس التورك اللي فات. ده انت عايز التورك. يعني انت هنا انجل دي لما كانت الانجل اللي هي بيقول عليها ب 30 التورك بتاع انجل 30 على الماجنتيك دايبول بتاع انجل 60 كده كده مش فارق معايا. كده كده هو يعني بي على 2. اللي بعده يا رجاله توكلنا على الله. ماشي رقم 10 ماشي. هو بس ايه مستر علي نقلنا الحاجات فيلا بينا. انه مدير ثالثه حسبي الله ماشي. ار وار على 3 وهنا ار وار عادي بس كده. انت عايز ايه بقى؟ الديفليكشن بتاع السيتا بتاعتنا في كيس 1 بالنسبه للسيتا بكيس 2. طب السيتا توتال كانت بكام؟ هنا 4 اي وهنا اي اكيد. استفدنا ايه بقى؟ ماشي ويتش كوريكت تشويسز هيعمل الاوبشن حلوه دي. حلوه دي ملعوبه. مفيش بقى ايه؟ مفيش اي توتال. معكش السيتا اللي بره معكش السيتا الكبيره. بس هو دي ب 4 ودي ماشي برضه مش فارقه معايا السيتا سكيل بتاعي. هي كده كده انا هجيبها من السيتا الاساسيه. يعني مثلا تعالى نسمي كده سيتا ماكسيمم ماشي. عامه دي ار ودي ار على 3. انا عامه انا عمر ذكري هشتغل كالعاده ريشيو ماشي. اكتب كده الار اكس سوري ار اكس ايه بقى؟ ار جي وار اس. واحنا اتفقنا نرص الارقام جنب الار جي الاي جي. هنا حبيب قلبي رص يبقى دي كده الار اس. طيب دلوقتي هنحط هنا ان هنخلص المساله. ليه؟ لان بكل بساطه انا هكتب الار جي اسمها ار وادي الان والار اس اهي الراجل كاتبها لك ار على 3. مفيش حاجه اصلا بتتجاب. هو مفيش حاجه تتقري.
المهم يا باشا الار هتطير مع الار والثلاثه دي تطلع فوق، يبقى الان بتاعتي ايكوال 3. الثلاثه دي هتطلع فوق، فالان بتاعتي دي ايكوال 3 ار اس. ماشي، يبقى كده معناها ان الاي ايكوال 4 اي جي. صح صح. يبقى انا من الاخر، طب ما هي معايا اصلا، يبقى انا حبيب قلبي الاي جي هنا دي اسمها اي جي ودي اسمها 4 اي جي اللي هي الاي اللي فوق. نفس القصه الناحيه الثانيه برضو. هو ليه كاتب هنا اي؟ هو ليه كاتب هنا اي؟ ممكن نشتغلها شابتر 1 خالص. طب استنى عليا. ماشي، الار جي بقى الجديده ايكوال برضو ان ار اس. الار جي اسمها ار والار اس اسمها ار، وادي الان دول اسمهم ارات، متر 1 و 2. الان بتاعتي هنا حبيب قلبي ب 1، وادي كده دي بار ودي كده بار، تك تك مش فارقه معايا، بس الان بتاعتي ماشي كده كده خلاص الان ب 1 يعني. ماشي، دي الار هتطير مع الار فالان عامه ب 1 مش مشكله. الان بتاعتي ايكوال 1، نطلع نكتب هنا 1 يبقى الاي بتاعتي المفروض تبقى 2 اي جي. هو ليه هنا كاتب اي؟ طيب انت عايز ايه بقى؟ ذا انجل اوف ديفليكشن في البوينتر بتاع ديفايس 1 والانجل بتاعنا ديفليكشن بتاع بوينتر بتاع ديفايس 2. هو كده كده هنا دي مطلع 4 اي جي وهنا كده كده مطلع 2 اي جي، يبقى لازم دي، لا دي اللي هي 2 ده هنا طلع 4 اي. هنا دي الاي دي على فكره هي مش اي دي، هي 2 اي، 2 اي جي. اللي احنا جبناه ده الماكسيمم بتاع الديفايس. ما انا عارف، يبقى الديفليكشن بقى بتاع الراجل هو ذات نفسه. هو عايز الديفليكشن في الحاله اللي دي داخل لها 4 اي والديفليكشن في الحاله اللي دي داخل لها اي. فال4 اي دي المفروض هتتقسم تحت 3 اي و1 اي. ما هو ال4 اي هنا تتقسم هنا 3 اي و1 اي عادي. وهناك هتتقسم نص ونص. هتتقسم نص ونص، نص اي ونص اي. يبقى التاني دبل الاول. ما هي نفس اللي انا عملته. هقول لك بقى انا عملت ايه. ما هي 4 اي جي ودي 2 اي جي. انا فاهم، بس ده كده بالنسبه للماكسيمم، هو ما كانش عايز الماكسيمم. ما هو برضه حتى في اي ديفليكشن برضه هيبقى نفس الكلام. لو كان كاتب دي ب 2 اي كان هيبقى قد بعض سيتا وسيتا. ده كلام مقنع. هو عايز بقى وين ذا كارنت باس بالمنظر ده. دي الاي اصلا. ده انت كده انا بتكلم على 2 اي جي. طيب هو كده صحيح. ايه ماشي، هو كده كده حاطط لك كده دي اعلى حاجه عندنا، دي كده الاي اللي هي بتساوي 4 اي جي. قشطه. لكن هنا مش حاطط الماكسيمم اي، يعني هنا العداد بتاعك على فكره هنا العداد هيوصل لاخره. ماشي، هنا العداد هيوصل لاخره اللي هي 4 اي جي. قشطه. لكن هنا العداد مش هيوصل لاخره لان انا اصلا اخر 2 اي جي او 2 اي يعني، وانا مش حاطط 2 اي، انا حاطط 1 اي. فهنا هيوصل، لو احنا قلنا هنا اخرك اي جي، هنا هيوصل لفعلا لما تيجي تتقسم هتوصل لنص اي جي. ده كان اخره اي جي. ماشي، فده حظ فعلا. ده لو كانت هنا فعلا 2 اي يبقى ده كده هياخد الاي جي كامله، كان هيبقوا نفس العداد. ماشي خلاص جدعان. يبقى هنا ده هيخش له اي جي وهنا ده هيخش له نص اي جي، فبالتالي دي دبل 2 سيتا ودي هتبقى سيتا. يبقى دي كده عملنا سيتا ودي عملنا 2 سيتا. ثم عكسهم بس، مش 2 سيتا و2 سيتا ولا 4 سيتا. ماشي اوكي. اللي بعده ايه؟ الجراف ده احنا عملناه 1000 مره. 23 قلت 23 مفيش حاجه تعدي حلوه. 23 ماشي. تقدر احلها في زد اكزام بكره زيها. ماشي، عندي ايور فانكشن 3 ايور فانكشن هنطلع كاينيتيك انرجي و5 ايور فانكشن وهنطلع كاينيتيك انرجي. وانت عايز ايه بقى؟ وشوف ذا فولوينج صح بالنسبه لنا. كلهم الاثنين نفس الماتيريال. ماشي، ما تيجي نجيب الليله. طيب عامه ده 3 ايور فانكشن وده كده كده ايور فانكشن. هو قال لك ان هي ايور فانكشن. الكاينيتيك انرجي اللي هتطلع هنا 3 هننقص منها الماتيريال اللي هو القانون بتاعنا يا رجاله. كاينيتيك انرجي ايكوال اي فوتون ماينس الايور فانكشن. طيب فالاي فوتون بتاعتي ب 3 ايور فانكشن ماينس ايور فانكشن، ف3 ماينس 1 هيطلع هنا 2 ايور فانكشن ده كاينيتيك انرجي 1، ودي 5 ماينس برضو ايور فانكشن يبقى هنا 4 ايور فانكشن. يبقى انا بالنسبه لي الكاينيتيك انرجي الاولانيه
ايكوال 2 ايور فانكشن، الكاينيتيك انرجي الثانيه ايكوال 4 ايور فانكشن. هو بقى كده هيسال على ايه؟ الكاينيتيك انرجي دي بالنسبه لدي ايه، او هيسال على الفيلوسيتي بتاع الكاينيتيك انرجي. فهيسال على الفيلوسيتي اهي وش خلاص. فالكاينيتيك انرجي بتاع الفيرست از دبل، لا الكاينيتيك انرجي بتاع الفيرست از هاف، فهي مش دبل ولا ايكوال. فكده يسال على الفيلوسيتي، الفيلوسيتي بقى بتاع الفيرست، وكده يسال على الفيلوسيتي بتاع الفيرست مرتين. فالفيلوسيتي بتاع الفيرست على الفيلوسيتي بتاع السكند ايكوال كاينيتيك انرجي بتاع الفيرست على كاينيتيك انرجي بتاع السكند، بس الكاينيتيك انرجي مع فيلوسيتي سكوارات. كاينيتيك انرجي الاولانيه على فكره ايكوال 2 ايور فانكشن، دي حلينا زيها اصلا في المراجعه، والثانيه عامه 4 ايور فانكشن، وادي فيلوسيتي 1 سكوير على فيلوسيتي 2 سكوير تك، وبعد كده دي كده 1 على 2 سكوير روت عشان نطلع الفيلوسيتي 1 على فيلوسيتي 2، ادي فيلوسيتي 1 على فيلوسيتي 2 ايكوال سكوير روت 1 على 2 يبقى سكوير روت 1 على روت الاثنين. بس خلاص كده يبقى لما نجيب فيلوسيتي 2 هنا يبقى فيلوسيتي 1 ايكوال 1 على روت 2، عشان انا كنت بجيب عشان كده جبت فيلوسيتي 1 الاول عشان هو عايز 1 الاول في الاثنين، فتبقى 1 على روت 2 يا معلم من فيلوسيتي بتاع دي قديمه برضه عاديه 38. ده مش عاجبني حاجه تقريبا، صح؟ انا عارف ده مش عاجبني حاجه، اصل بجد احنا حاليا اقوى من كده بكتير. التفوق هني، هني ادي دي انفرس وهن الطلبه. والله الطلبه يا عيني بقت جايه يا عيني تحس انه شعرها واقع، مش عارف ليه. الفيس ديفرنس والباس ديفرنس كده يزيدوا مع بعض اكيد، مش هيقلوا ابدا بحسب بقى المساله. ماشي 38. طيب يلا 38 تك 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 اتفضل. ماشي يبقى بس نشوف ان ذا فولوينج مش عارف ايه، جميل. الستريب بتوين مش عارف كذا وكذا وكذا، والدينامو مش عارف ايه. the time period of the which average electromotive force is equal to its value during OB. مش فاهم. ماشي التايم period during average induced EMF. ماشي the ratio the rotation is equal to the time عند OB. طيب انت هو عايز الافريج عند OB is equal لمين؟ is during المين؟ عند الاو بي زي عند مين؟ عند بي ام ولا عند او ام ولا عند او ان ولا عند كيو ان؟ ماشي اول حاجه عند بي ام. بص هو او ان دي اصلا دي تعبانه، انا عايز اعرف صح كده، مش عايز يعرف الافرج زي او بي زي مين، صح؟ ماشي او ان اصلا بنقول ان دي 1 سايكل، انا بس اكتبهم كده 1 سايكل، فكده كده ال1 سايكل ايكوال 0، فمش قد دي خالص، مالهاش دعوه باو بي خالص. ادي او بي مش قدهم. بي ام بقى يا معلم، بي ام. طيب عامه بي ام اصلا لو نعملها بالازرق، بي ام انا عارف ان هي نص سايكل، بس دي مش نص سايكل عاديه. بي ام دي نص سايكل بس مش نص سايكل عاديه. النص سايكل اللي هي بادئه اصلا من الماكسيمم، بادئه من البارallel بوزيشن، فالنص اللي فوق والنص اللي تحت هيطيروا بعض، فدول اصلا النص سايكل اللي هي فيها الكيس بتاعتنا يا رجاله، اللي هي اصلا هتطلع بزيرو، فبرضه مش زي او بي. او بي هيطلع عادي القانون بتاعه اللي هو 2 على باي، او تقدر نقول ان 4 فاي على ايه؟ على بريودك تايم، فده يطلع بزيرو. او ام بقى فين او ام؟ او ام ده 3/4 سايكل. او ام ده 3/4 سايكل، فال3/4 سايكل اصلا ما بيطلعش بالباشا ده، بيطلع ان 4 فاي على تي، بس ده 3/4 سايكل، بس هنا ديفايدد 3. فاضل لنا واحده الكيو ان. الكيو ان حبيب قلبي اقدر اقول لك ان هي دي كده نص سايكل، ما هي نص سايكل ومفيش فوق وتحت يا باشا، بدا اصلا من الزيرو، بدا من البربنديكولار بوزيشن، فدي نص سايكل، بس النص سايكل من نوع يا باشا اللي هو قد يا دوب الايه؟ الربع سايكل اللي هو قال عليها، والقانون بتاعها ان 4 فاي على بريودك تايم. ماشي، فاقدر اقول لك حبيب قلبي ادي كيو ان وشكرا يا باشا، زي اختها اللي هنا دي، فالانسر دي. خلاص احنا كده خلصنا يا باشا الباشا ده. اوكي مفيش مساله حلوه تاني؟ تايم في حاجه بربع جنيه، كويلات تعبانه، كباستور تعبانه برضو، دي موجوده في التفوق اصلا، دي حليناها في المراجعه، هي بالظبط، هي اصلا كده دي نوت، ودي كانت اند، ودي تقريبا كانت اور. السلام عليكم ثالثه ثانوي، عاملين ايه يا رجاله؟ يلا يا باشا اخترنا برضو كام مساله من هنا، يبقى قلبي 4 مسائل، نمبر كام؟ نمبر 6 ونمبر 9 22 و38، ودول برضو الاقوى في هذا البتنجانه. ماشي يلا رجاله توكلنا على الله. نمبر 6 تك 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 اللي بعده، خش يا باشا. نمبر 6
يعني ما شاء الله عليها. يلا باشا نبعد نتفرج حبيبي. باشا معايا كويل وجواه سولنويد. الباشا تمام. قال لك يا باشا ده بنص ال وده بنص اي. ماشي. عامة في السولنويد انا ماشي باي ماشي، والان بتاعتي ان، وعند السنتر مش عارف في سيركلر كويل الريديوس بتاعه ده الريديوس، ها الريديوس بتاعه نص ال. طيب اللينس زمان كان اسمه ال، حلو قوي، والنمبر بتاعي بان وعندي هنا نص اي. ماشي. ذا فولوينج كارنت ايه؟ ذا فولوينج تشينج وير ميد ريديوسينج كذا. ماشي. which above change lead to obtain zero net magnetic flux at the center of the circular coil due to current. ماشي. انت عايز يا باشا زيرو نت ماجنتيك فيلد، الراجل عايز البي توتال ايكوال زيرو، عايز الاثنين ايكوال بعض. طب ما تيجي نجيب قبل ما نعمل اي حاجه، تعال نجيب البي سولونويد ونشوف هيقربوا ازاي لبعض ونشوف الدنيا. القانون ده يا باشا بتاع السولونويد منيل. قشطه. ماشي. شد بلاستر. البي بتاع الكويل هيبقى البي ايكوال منير، عشان بس اشوف الكيسز، وكل شويه لما يغير ده بيتدرب علينا الراجل، هو بيتدرب، هو كده مش بيحل، دي مش مساله برضه. ماشي. البروبابيلتي يا معلم سيبك من البروبابيلتي، لان كان اسمها ان، الاي اسمها اي، والال اسمها ال. قشطه. ده في السولونويد. الناحيه الثانيه البي بتاع الكويل خلاص من الاخر انا عندي هنا كده ميو ان اي على ال، بس مضروبه هنا في واحد. ماشي. هنا الميو اسمها ان، الان اسمها ان، الاي اسمها نص اي، وعندي ال2 ار ادي 2، والار بتاعتي اسمها نص ال، فالنص هيطير ال2 وهيبقى لي ان البي كويل ايكوال ميو ان اي على ال، بس هنا في نص يبقى دي نص، يبقى ده اسمه واحد وده اسمه نص. نشوف بقى يا باشا عشان يبقوا قد بعض، عشان يبقوا قد بعض ده يزيد الدبل او ده يقل الهاف، هو كل كلامنا على الكلام ده كله. reducing اللينس، reducing مش كات، مش كات، ها ده ما كاتش. reducing اللينس الهاف. يا رجاله هو انا لو قللت ده الهاف، لو عملت ده كده قلل الهاف، عامة البي سولونويد هيقل يحصل له هيزيد الدبل، فده كده كده ده هيبقى دبل، هيبقى 2 وده هيفضل نص، مش هيعمل حاجه. بلح من الاول نكتب بس بي سولونويد كده. يلا يا باشا يبقى دي كده مش هتنفع. reducing the diameter of the coil to half. طيب لو عملنا الديامتر قصده من الاخر الريديوس قلل هاف، هنا اهي. لو قللنا الريديوس الهاف، لو عملنا الريديوس ده قللنا الهاف، يبقى البي هتزيد الدبل، يبقى دي كده هتزيد الدبل، ولو دي بقت دبل النص هيبقى بواحد، هنوصل لدي اللي احنا عايزينها دبل، دي هتزيد الدبل يبقى هتبقى نصين، هتبقى واحد، فده كده هيبقوا قد بعض، فتمام قد بعض. مبروك عليك دي تمام معايا. increasing الانتنستي اوف ذا كارنت في السولونويد twice its original. لو زودت الكرنت للتوايس فالبي سولونويد هيزيد توايس، والواحد مش هيبقى بنص هيبقى باتنين، الواحد هيبقى بالدبل هيزيد الدبل، فيبقى دي مش معايا الكرنت هنا، دي مش معايا، لان انا حبيب قلبي لما ازود ده الدبل البي سولونويد هيزيد دبل وهي بواحد مش هتبقى بنص. اوكي فدي مش معايا. اللي بعده increasing the intensity of the current of the circular coil twice. صح. لو انا زودت دي للدبل فالبي كويل هيزيد الدبل، فمكان النص اللي عندك حبيب قلبي هيبقى واحد، النص هيبقى الدبل فهيبقى واحد، يبقى زي بعض، يبقى قد بعض. المهم ان انت تترجم بس ان سينا ايكوال سونيا، بس لازم يكونوا قد بعض بس. خلاص. فالانسر بتاعتنا اي في. ماشي. يبقى انا عندي دبل اي واي في هم اللي صح. تك دبل اي واي في هم اللي صح. على فكره كل الانسرز بقت في كل الحاجات بقت رايحه على الدي. ده كام احنا؟ ماشي. ده كده نمبر 6. احنا كل ده في نمبر 6 اقسم بالله. انا حاسس ان بقالنا كتير هنا. 9 بقى يا رجاله، احنا معانا 9. يلا يا باشا. الماجنتيك دايبول ايكوال كام؟ والله يا ابني من غير ما نعرف كده. الماجنتيك دايبول ايكوال ايان. نحور بقى حوالين دي. هو اصلا مش مديني ان ومش مديني اريا. طيب هو عامه ستريت واير لينس بتاع الواير ده مش لينس بتاع ريكتانجل. ماشي. هو ري شيب هتعمل كويل، فالماجنتيود بتاع الماجنتيك دايبول بقى بكام؟ سهله. ماشي. اللينس بتاع الواير على فكره ايكوال ان في 2 باي ار. قشطه. ماشي. انا بقى المفروض ان انا الاقي هنا في اي وهنا الاريا عباره عن باي ار سكوير بتاع دي قديمه برضو قوي، وادي يا عم الان. هو بالصلاه على النبي مش عايز ولا ريديوس، بص على الانسر، ولا عايز ريديوس ولا عايز ان. طيب انا عامه هو مشلوح الايه؟ هو مشلوح ازاي؟ طيب هو الان بكام؟ هو عملها لوب، الان ب1 يا عم. يا عم دي سهله. الاي باي
ار سكوير في الان بقى. الان عامه اهي ب 1. انا هشيل بس الار سكوير دي، انا هكتب كده اهو ادي ار وهعملها سكوير واحط مكان الار حاجه. ادي الار الان ب 1، يبقى اللينس بتاع الواير ايكوال 1 في 2 باي ار، ويبقى الار ايكوال اللينس بتاع الواير على 2 باي يا جدعان. ها قشطه. فاقدر اقول لك الار ادي اللينس بتاع الواير اللي هو قال عليه ال على 2 باي. قشطه. بس كده الحمد لله على السلامه. السكوير هينزل على كله تك تك، هيبقى معايا اي، هيبقى معايا باي، هيبقى معايا لينس اوف ذا واير سكوير، لينس سكوير بقى من الاخر على 2 باي سكوير 4 باي سكوير، وهنا تايمز 1 الان. عملت بس السكوير نزل على كله تك تك تك. ماشي. الباي مع الباي هيروحوا مع بعض، هيبقى ده دي الانسر. اي لينس سكوير على 4 باي. اي لينس سكوير على 4 باي. هنا بس في باي، ادي اي لينس سكوير على الاربعه، هنا في باي. اللي بعده ماشي 22 تك 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 تك. 22 لسه بدري. يو يو تعالى يلا يا باشا. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه موضوع الكاينيتيك ميكانيكال انرجي اللي احنا عايشين فيه ده؟ قشطه. معايا ال سي سيركت. ماشي حلوه دي، عجبتني، عبيطه. ماشي. انت عايز ايه بقى؟ ذا تايم كومبليتلي ستورد ان ذا فورم اوف الكتريك فيلد. الكتريك فيلد دي يا جدعان انا بخزن عند الكتريك فيلد. بص اصلا ممكن ما نبصش على فكره، بس على حسب المساله برضو. الكتريك فيلد حبيب قلبي اقدر اقول لك ان هو بيتخزن في الكاباستور، لان الكويل هو اللي بيخزن ماجنتيك فيلد. تمام. مين بقى الالكتريك فيلد؟ هو اصلا قال لك الاي اصلا اللي بالكتريك فيلد اهو. طيب وات از ذا تايم اللي بيتخزن فيه الكتريك فيلد؟ يا اما تايم زيرو يا اما تي على 2. هو ده فعلا ده في الحقيقه. يا اما حبيب قلبي ده اللي بيتخزن فيه الكتريك فيلد كامل، يا اما بريودك تايم كامل. بس فانت يا معلم هتدور على الكلام ده. 3 تي 3 ارباع تي ده غلط. 3 تي على 2 دي 1.5. هي نفس القصه. ما دي برضه عند النص جامده، دي لذيذه عسليه قوي، دي كيوت قوي. تمام. ما دي 1.5، يعني بعد السايكل احنا هنبقى هنا مخزنين. بعد ربع سايكل هتبقى هنا، يعني بعد 1 ربع سايكل هتبقى هنا، بعد 1.5 سايكل هتبقى هنا. عند 3 على 3 بريودك تايم على الاثنين. دي تشغيل دماغ حلوه برضه. هو بيبقى غبي الواد الصراحه لو عارف ان هي سايكل واحده، اللي هي لفه واحده بس كده وخلصت. ده لما يكون اصلا طالب شاطر اصلا يكون مجمعهم. تمام. حبيب قلبي عند 1.5 سايكل صباح الفل. انت عارف برضو زمان عارف نمبر اوف لا استنى هقولها لك. افريج. الافريج مثلا بتاع 20 لفه وربع. هات كده اللفه بتاع 20 لفه وربع، اول 20 مش معانا اصلا بس طلع عندنا، فهي لفه الافريج بتاع الربع. هتجيب اللفه الافريج بتاع الربع. ماشي. ف 1.5 تك تك، هي نفس النص. 5 على 4 دي كانها ربع، كاني بقول ربع سايكل. ادي تي على 4 ده بيبقى الكويل هو اللي شايل. 7 على 4 دي يعني 3 ارباع برضو، اللي هي شيل 4 على 4 شيل لفه. قشطه. كلهم على فكره 3 ارباع، كلهم هنا دي ربع دي 3 ارباع. الوحيده اللي ونص حاجه 1.5. بعد 1.5 هتبقى انت كانك زي عند النص بالظبط. كده كده الواحد بتبدا من الصفر تاني، فتبدا من الاول تاني يا رجاله. اوكي ماشي. اللي بعده ترجمته دي ولا ايه؟ بعد 1.5 يا جدعان بعد سايكل بدانا من الصفر، فيبقى انا برضه هبدا الكتريك فيلد هبقى كاباستور المليان امتى؟ برضه يا اما عند الصفر يا اما عند النص. يا اما عند الصفر يعني عند بريودك تايم على فكره هيبقى الكاباستور مليان، عند 2 بريودك تايم الكاباستور مليان، عند 3 بريودك تايم الكاباستور مليان، كانك بدات من الصفر. عند 2.5 يبقى انت برضه الكاباستور مليان. 2 وربع الكويل مليان. 2 و3 ارباع الكويل مليان، اللي هو ربع و3 ارباع الكويل مليان. والصفر والنص الكاباستور مليان. فهو بقى لو 1.5 يبقى الكاباستور برضه مليان، فاحنا اخترنا ال1.5 عشان الكاباستور مليان. نمبر كام؟ نمبر 38. ماشي اديله. دي عسل قوي اللي فاتت دي، لذيذه. ادي 38 يا رب يا ساتر. اديله. ماشي. فولتج مش عارف كام، 90% افشنسي. الريشيو بتاعتها بالمنظر ده، برايمري كويل. السكندري بالمنظر ده. ماشي. عايز ايه؟ ذا ريشيو بتوين الباشمهندس على الباشمهندس. ماشي. طيب ريشيو بتوين الارات، وده 90% افشنسي.
طيب الراجل عايز في برايمري على في سكندري على بعضيها، وعايز الكونسيومد باور على الكونسيومد باور في البرايمري. طب ماشي يلا باشا. افشنسي اصلا حاجه، الراجل ده ستيب اب ماشي، فبالاخر 1 على 5 ده كده هو كده ستيب اب، ده ان برايمري على ان سكندري، والراجل ما تضحكش علينا. طيب نكتب القانون. ادي الافشنسي، ممكن نكتب القانون هنا عادي جدا. ادي الافشنسي في برايمري على في سكندري ايكوال ان برايمري على ان سكندري. قشطه. لو هو عايز الفي برايمري على في سكندري، الافشنسي لازم تروح الناحيه الثانيه، يبقى في برايمري على في سكندري ايكوال يا معلم ان برايمري على ان سكندري. بس معلش انا اسف، الافشنسي هتنزل تحت كده، بدل ما هي كانت هنا نزلت هنا. طيب الان برايمري على ان سكندري حبيب قلبي، الراجل قال لي 1 على 5، ادي 1 على 5 والافشنسي 90% يعني 0.9. 1 على 45 صح، 1 على 45 يعني 1 على 45، 2 على 9. قشطه. يبقى 2 على 9 و2 على 9. احلى حاجه ان هم كاتب لهم 1 على 5 لكل الضرافين. ماشي. اذا كونسيومد بقى باور يا معلمي، انا عايز اقول لك ان الباور بتاع البرايمري على الباور بتاع السكندري ده ايكوال اي سكوير في الار بتاع البرايمري، والاي بتاع البرايمري على اي سكوير في الار بتاع السكندري، وبرده الار بتاعت ايه الشنط. ده ار سكندري حبيبي. ماشي. على فكره انا معايا الارات، الراجل سهل جميل. الار برايمري على الار سكندري، الار بتاع البرايمري 0.2 والار بتاعت السكندري ب 2. ماشي. فاضل لي بقى اي برايمري على اي سكندري. اي برايمري على اي سكندري لما تيجي تجيبها تجيب عادي جدا من ان برايمري على ان سكندري ايكوال اي سكندري على اي برايمري من غير افشنسي. اللي فيه الافشنسي دايما هو الفيهات. بس حبيب قلبي اي سكندري على اي برايمري هو ده اللي هيجي. ولو عايز تعملها بالافشنسي بالفي برضه، لو حطيت الافشنسي هيطلع برضه 1 على 5، انت اصلا جايبها من 1 على 5 فهي هي. فالكلام ده عامه ايكوال 1 على الخمسه. انا بقى هنا عايز اي برايمري على سكندري، وهنا اي سكندري على اي برايمري، يبقى 5 على 1. بس اوعى تنسى ان الناس دي ايه؟ سكوير. ماشي. يبقى دي كده عامه ب 10 تحت، 25 على 10 2 ونص، يبقى انا 5 على الاثنين او 5 على الاثنين. الانسر بدي. وبكده نكون خلصنا الليله. الحمد لله على السلامه، شكرا قوي. امتحان رقم 3 ده مرضيه معايا كده. الكلام كله معاصر اصلا، الكلام كله معاصر. طالب اول ما يشوف، طب ما تيجي نحل دي، مش عارف دي شكلها لذيذ. الراجل عايز ايه؟ which of the following statement is true؟ opening S1 او opening S2، ايه اللي هيحصل لللمبه؟ طيب هو كان ايه؟ اللمبه شغاله بالاي سي سورس. البرايتنس ايه اللي هيحصل؟ اول ما افتح S1 اللمبه هتخف، ولما افتح بقى S2 اونلي اللمبه برضه هتخف. ايه الهبل ده؟ ايه الهبل ده؟ ايه الهبل ده؟ ما انا لما افتح ده الاكس ال بقت معايا، ما كانتش معايا، كانت جامبر واير عليها، فالاكس ال فالريزيستنس زادت فالاي قلت. ونفس القصه برضو لما افتح ده هتبقى فيه اكس سي فهتتحط جوه الزد، فبرضو الاكس سي زادت فالزد زادت فالاي قلت، فالاثنين هيديكريز. ايه الهبل ده؟ انا اللي فاكرك طلعتي. طب اي حاجه. طيب دي حليتها اصلا في المراجعه اصلا. ماشي. شكرا يا جدعان. امتحان ثالث، نخش على الامتحان الرابع. السلام عليكم. ثالثه ثانوي اكزام رقم 4. يلا نتكلم دلوقتي. اكزام رقم 4 فيه كذا غلطه جميله عشان بس الناس وهي بتحل ما يجيلهاش شلل. احنا هنحل رقم كام بس الاول؟ 22 25 30 36 43 عشان بس اخر واحده دايما تبقى انجلش. يلا يا رجاله. نمبر 15 ماشي صح كده مستر علي؟ ماشي. نمبر 15 يا جدعان دي فيها غلطايه. ماشي. اللينس هنا مديهولنا ب 40 سم وفجاه اللينس هنا بقى 80 سم، فشوف حد يليفك. الصح بتاعها 80. شكرا مستر علي. ماشي. وفي بعد كده نخش على السؤال 22. ربنا يكرمه يا رب. اديله تعالى بس اقول لك. يلا باشا. حلو التعبين اللي هو جايبها دي. يلا دلوقتي انا عندي كويل وعندي كاباستور وعندي كونكتنج ويز وايرز. انا مستني ادور على ريزيستنس. تمام. قال لك الواير ذات نفسها السلوك، عشان ده فعلا الحقيقه. السلوك الكويل او وات ايفر الواير عنده ريزيستنس، يعني الناس دي كلها مرشقه ريزيستانات. قشطه. الناس دي كلها مرشقه ريزيستانات، يبقى انا الويف بتاعتي اكيد هيحصل لها دامبنج. قشطه. لما اجي اوصل بقى كده يقول لك اوصل تور، ما قريتش لحد دلوقتي. اكيد لما اوصل عند بوزيشن 2 اكيد يا باشا انت تنضف اخويا انت تنضف ابويا، هيقعدوا يبصوا لبعض اوسيليتنج، بس ده هيعمل دامبنج.
فوحاوي يا وحاوي هيفضل بقى يقل خلاص. فاكيد هتبدا تقل، بس هتقل بقى من مين؟ دي حلاوتها. طيب عامه هو الكباستور هو اللي مليان. اوكي، هي بادئه من الزيرو ولا بادئه من الماكسيمم؟ بص يا بابا، الكباستور هي اللي مليان، فيعتبر الاي بتاعت الكويل بصفر. خلاص. يعني ايه يعتبر الاي بتاعت؟ اول حاجه هي دامبنج، يعني اما دي اما دي. خلاص عرفنا ان الموضوع ان هي دامبنج خلاص. بس انا فاضل لي بقى واحده بادئه عندي من الماكسيمم، واحده بادئه من عندي من الزيرو. انا بقى التاتش الانسر حبيب قلبي بومترخ. ليه؟ لان الكباستور هو اللي مليان، فالاي اللي في الكويل او الاي اللي في الكويل تبقى بصفر، يبقى معناها ان الاي في السيركت بدات من الصفر. فعشان كده انا اخترت ان هي حبيب قلبي من الصفر. لكن لو كانت مليانه الكويل هو اللي مليان، كنت اقول لك ان الاي بدل من الكويل مليان يبقى الاي في السيركت بماكسيمم. وشكرا على كده. اوكي، ادي الانسر بتاعتنا دي. ماشي، نمبر 25 بيو. يلا يا باشا 25 يا عم ذكري اديله. يا عم احنا حليناها يا عم، البتاعه دي بتجي لنا 1000 مره يا عم. واحد جالي بيها اصلا المساله دي. ماشي، 3 ام و27 ام وبتاع، وادي يا عم سيم بوتنشال اهي. رجاله التركه هنا حليتها مع الطلبه دي زي ما هي. يلا رجاله، سيم بوتنشال لو كان مثبت الويف لينس كنت هعمل علاقه. لو كان مثبت الويف لينس كنت هعمل علاقه اتش وام في الفي. كنت هعمل الاثنين دول حبيب قلبي انفرس قشطه. كنت اجيب من الماس فيلوستي. قلت لكم ان هي جايه اول صفحه اصلا في شيت 5. بس هو مش مثبت الويف لينس، هو مثبت الحاجه الثانيه الفولتج. يعني الاي في هو اللي ثابت، فبالتالي مثبت الكاينيتيك انرجي، وبالتالي هاف ام في سكوير. فعلاقه بين الماس والفيلوستي انفرس، وماس وفيلوستي سكوير. اوكي، فانا هعمل حركه جامده جدا، ان هو اصلا كمان عايز الويف لينس. ماشي، ريشيو الويف لينس. فكان علي بتاع الدقي ده قال لي يا مستر انا حافظها مش عارف من عند مستر. فانا حافظها مش فاهمها. طب الناس اللي هو حفيظ من اللعيبه. تمام. سيم تايب ومش عارف ايه. ماشي يلا ريشيو. يلا ريشيو. بس التانية كان مديها لي ريشيو كامله، دي في واحده تانية كامله ريشيو فيها ريشيوهات كتيره. طب ماشي، انت عايز ايه بقى؟ ذا ويف لينس الستريتا انا هعملها كلها. هي لازم كلها عشان اول واحده اصلا بي وسي، تاني واحده اي وبي. ماشي، ادي ويف لينس ايه، هي لازم كلها ويف لينس ايه لويف لينس بي. هو كده كده هيسال على الويف لينسز يا جدعان، كاينيتيك انرجي اهبل من الهبل. كده كده الكاينيتيك انرجي ثابته اصلا، ولا 9 تايمز او سيم بوتنشال، يبقى الكاينيتيك انرجي ثابته على ويف لينس حبيب قلبي ايه بي. تعال نتكلم بقى على الويف لينس كده اول حاجه. ماشي، الويف لينس على فكره القانون بتاعي اتش على ام في الفي. طيب انا مش عايز فيلوستي، عايز اشيلها تماما. ليه؟ لان الجيفن بتاعي هو ماس. فمن الاخر انا الكاينيتيك انرجي زي ما اتفقنا ثابته، والاي في ثابته، فهاف ام في ايه؟ هاف ام في سكوير. طيب العلاقه ما بين الام والفي زي ما اتفقنا، الام بروبوشنال مع 1 على فيلوستي سكوير. ماشي، عايز تعوض عوض، بس انا اقدر اشيل الماس. اشيل الماس واحط مكانها 1 على فيلوستي سكوير. هو انا عايز بقى فيلوستي، يعني عايز اخلي الفيلوستي لوحديها. يبقى انا معايا ماس اقلبها، معلش 1 على ماس بروبوشنال على مع فيلوستي سكوير. قلبت ده وقلبت ده، والفيلوستي من الاخر هعمل لها سكوير روت وسكوير روت، هيبقى بروبوشنال مع 1 على روت الماس. يبقى انا من الاخر الويف لينس اهي يا عم الحاج. فكك يعني ما هي اتش ولا مش اتش ولا وات ايفر، هي عامه اهي الويف لينس كانت بروبوشنال مع ماس وفيلوستي انفرس، يعني مع 1 عليهم. هشيل الفيلوستي وهكتب ادي الويف لينس بروبوشنال مع 1 على الماس. الفيلوستي هشيلها هناك اهي واكتب 1 على روت الماس. تحت اللي تحت يطلع فوق، يبقى الويف لينس بروبوشنال مع الماس اهي، مش قادره تتعمل. وتحت اللي تحت يطلع فوق مع روت الماس. روت الماس هيطير مع الماس، هيبقى بروبوشنال مع 1 على روت الماس. خلاص، يبقى الويف لينس ادي بروبوشنال معاها. فانت لو عايز تشيل ويف لينسز هتحط روت الماس. طيب ما تيجي نكتب كده الماسز الاول. تعالى كده نعمل ماس A بروبوشنال مع ماس B بروبوشنال مع ماس C، ودول اوريدي معايا قشطه. ماشي، الماس عامه A ب3 ودول 27 ام، مش مشكله، كده كده هيطيروا مع بعض. ادي 8 1 8 1 مش عارف ايه. عايز بقى، انا مش عايز ماس، انا عايز روت الماس. يبقى دي اسمها روت 3. روت ال 27 معلش هتبقى روت 27 عادي برضو هي كمان. وروت ال 81 هتبقى ب9. انا كده عملت روت الماس دول كده، معلش انا اسف. روت ماس A بروبوشنال مع روت ماس B بروبوشنال مع روت ماس C. قشطه. نقلبهم بقى عشان انا 1 على روت الماس يجيب لي ويف لينسز، فالويف لينسز اهي اقلبهم. اتفقنا القلب مش كده، القلب كده.
يعني بدل روت 3 يبقى 1 على روت 3، قلبناها كده. بدل روت 27 هيبقى 1 على روت 27. وبدل حبيب قلبي 9 هيبقى 1 على 9. هنا كان في وحيد كده يا رجاله، كان في وحيد قلبتها. قشطه. مش عاجباك طبعا، فبالتالي هنضطر نضرب في اي قرف. هنضرب بقى في كام؟ في روت ال 27. لا، هنضرب في رقم معفن. روت ال 27 ايه القرف ده؟ هنضرب في كام دي؟ انا بضرب في كل اللي تحت. في كل اللي تحت ازاي يعني؟ ماشي، احنا ممكن نضرب روت 27 في روت 3 برضه، هتطلع بكام؟ 27 في 3 9. حلو ده. يبقى نضرب في 9. يبقى نضرب في 9. تضرب 9 على روت 3 كده هيطلع كام؟ ما هو برضه هنا مفيش 3 تايم 3 تايم 3 تايم. 9 على روت 3 هتطلع ب 2 روت 3. مش عايزها كده. ماشي، نبدا واحده واحده. الراجل عايز العلاقه ما بين البي والسي. ماشي، دي كده عايز اعمل علاقه ما بينهم الاثنين دول مخصوص. هضرب في 9 في روت 27. يعني انا هضرب في 9 في روت 27 عشان يبقى دول كده. احنا ضربنا في 9 روت 3. 9 روت 3 مش هيطلع دي. هتطلع؟ والله؟ طب ماشي، نضرب بقى في 9 روت 27 عادي، ما تشغلش بالك. تمام؟ 9 روت 27 هيطلع هنا. روت 27 هيطلع 27. انا هتكلم على الاثنين دول بس. ماشي، روت 27 في روت 27 هيطيروا بعض، هيبقى هنا 9. وهنا حبيب قلب ايه القرف ده؟ مش هتطلع. ما كل مره تطلع مع حاجه عارفينها. 9 تطير مع 9 وهتبقى روت 27. هو روت 27 ده بكام؟ 3 روت 3. ماشي. ها، فالبي تعال نفكر كده. البي 3 تايمز الايه؟ غلط. السي مش هينفع. البي انا دي اصلا سي. ماشي. البي والسي مش 3 اضعاف، يعني دي مش 3 اضعافها دي. لان اصلا البي كده دي هتبقى لو كانت 27 تبقى السي اصلا هي اللي 3 اضعاف، فكده دي مش هتنفع. يلا في 60 داهيه. نرجع بقى تاني. يلا نعمل بقى ما بين التاني اخر واحده كده، هي اخر انسر اكيد. ادي الاي والبي، فدي كذا وده كذا. نضرب بقى في روت 27. هضرب في روت 3 عادي. انا ممكن اعمل ايه اصلا؟ لا روت 27. روت 27 هي اللي هتيجي. روت 27 في روت على 3 هيبقى كام؟ 3. وروت 27 في روت 27 هتبقى بكام؟ بواحد. يبقى ويف لينس ايه؟ 3 بالنسبه لده الواحد، يبقى 3 اضعاف اهي. دي حلوه. بس هي فكره بنت اللعيبه سيم بوتنشال، وكمان صعبها كمان في الريشيو. دي حاجه جامده موت. اللي بعده رقم كام؟ رقم كام؟ انجز يا محمد، يا محمد انجز يا محمد. رقم كام؟ 36. ماشي، رقم 30 الاول. ماشي، اديله رقم 30 30 30 30 30 30. ماشي، اديله. بيقول لك يا باشا انا نزلت ليزر هولوجرام، واول واحده ايه وتاني واحده ايه. هاي عايزه واحد مذاكر دي. والله دي عايزه واحد مذاكر. مين فيهم اللي هيعمل ومين فيهم اللي هشوفه. جامده 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 جامده، حلوه قوي. ماشي، مبدئيا الليزر عامل كده، نزل على الهولوجرام. ايه القرف ده يا معلم؟ بيقولوا الرسمه كلها هولوجرام. هي الرسمه معفنه جدا. هي الرسمه معفنه. ماشي، ايمج 1 وايمج 2. عايز اعرف مين فيهم الحقيقه ومين فيهم الصوره. هو اكيد 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 ان 1 دي الحقيقه. ليه؟ اصلا كده كده العين، يا لهوي على العبث، العين هتبص في الهولوجرام صح كده؟ هتلاقي الصوره جوه. بس خلاص خلصنا. قالوها عشان خاطر مثلا المفروض الليزر لما بيجي من الجنب ده بيعكس الاول على الاوبجكت وبعد كده يروح يعمل. فين بقى الاوبجكت؟ مع الاوبجكت اللي هو 1 هيجي على الاوبجكت. طيب اذا كان الليزر جاي من هنا، حلو، مش بيكمل الاوبجكت يرجع للصوره. ازاي يعدي على الهولوجرام الاول؟ هو بيقول ان الرسمه دي كلها هولوجرام. ده اللي قالوه. لا، ما دي دي الحيطه ولا دي ايه دي؟ ما هي دي الهولوجرام، دي يعني الفوتوجرافيك بليت. المهم ماشي. طب احنا لو حطينا فوتوجرافيك بليت ليه احط الاوبجكت الحقيقي؟ ما اعرفش، هو اصلا مرسومه غلط، غلط موت. ايه العبث ده؟ المهم العين كده كده هتبص يا باشا على ده. اصل بص، العين هتبص، العين مش هتشوف الازازه هنا، صح؟ كلام مقطع، كلام عادي.
انا دلوقتي ببص على ازازه، هي اشوفها جنبي، انت فاهم قصدي ايه؟ مش تبقى جنبي، ولا هشوفها في خيالها قدامي جنبي، استحاله. فاكيد دي عامه الريل اكيد. انما هو لما بيبص في الازازه فانت هتشوفها لما بتيجي تمسك الازازه عامه، حتى برضه في الفيديوهات اللي احنا بننزلها بتيجي تمسك الازازه بتلاقي الاوبجكت جوه زي المرايه عندنا في ثانيه ثانوي، فبتلاقي الهولوجرام جوه. بس خلاص خلصنا. ادي دي ريل ودي كده الفيرتشوال. اللي بعده 36، بس دي عسل قوي، دي خفيفه موت يعني، عسوله، بحب الحاجات العسل دي قوي. الفيزياء برضه فيها حاجات لذوذه قوي. اللي بعده تحس فيه ايه؟ بتحس بتحدي لما تشوف حاجه غريبه جديده معفنه نتنه، فاهمني؟ فانا مش مصدق ان هو طلب حاجه زي كده الصراحه. انا مش مصدق، يا رب يطلعوا حاجات عاديه يا رب. ماشي. هو انت بتضحك ماشي. 2 تي ل 7 تي ده مش حاجات عاديه، ده مش ربع ولا نص ولا حاجه. 5 تي بقى ل 10 تي هي كلها 12 برضه مش حاجات عاديه. يا دين النبي مش مصدق، دي حاجه جو تفوق ده موت. فرهده بقى، اقعد فرهد بقى مع خلق الله. طب عامه هو كده كده القانون بتاعنا لسه حليلها اصلا في الاخر واحده. الاي ام اف افريج يا جدعان على طول كده عشان ننجز، ان دلتا فاي على الدلتا تي. قشطه. واتفقنا ان التركات بتاعتنا 3. التركات بتاعتنا يا اسطى في الافريج هم 3. قشطه. اول حاجه بتحدد الان، تاني حاجه بتحدد ايه؟ نباف. قشطه. تالت حاجه بتحدد الانجل الثيتا بتاعت الفاي، هنزود عليها يا معلم ايه؟ 90 بالنسبه لجراف الاي ام اف. ماشي. فاحنا لما نفك دي عامه، احنا عامه كل مره بنمسك التي دي بنعمل بريودك تايم على العدد، على وتفر العدد، صوت ستومنا، كل ده هنعرفه دلوقتي واحنا ماشيين. اوكي. على الان، وبعد كده الان بقى بي في الاريا، صح كده؟ وبعد كده بنعمل تشينج في الساين سيتا، ادي ساين سيتا 1 ماينس ساين سيتا 2. طيب التو كيسز الان والبي والاريا والبريودك تايم هيبقى هم الفكره في جزء من اللفه، وكمان الساينات هي اللي هتبدا تختلف. فمن الاخر اللعبه بسيطه، وكمان الان دي تحت اللي تحت يطلع فوق. بس عامه تعالى بس نكتبها زي ما هي كده، ساين سيتا على 1 على ان. يعني هنا كده انا هعمل ساين سيتا كيس 1 ماينس ساين سيتا كيس 2 على 1 على الان. الان في اللفه هكتشف الان دلوقتي. وهنا برضو نفس الكلام، الساين سيتا بتاع كيس 1 ماينس ساين سيتا بتاع كيس 2 على 1 على ان، وهكتشف اللفه الجديده هنا بكام. طيب بص، هي اللفه كلها ب 12 تي. ماشي. نمسك بس الانات في كل واحده. 12 تي دي عباره عن لفه. ماشي. يبقى من 2 تي ل 7 تي دول 5 تي، يديني كام؟ فسبحان الله هيديني 5 في 1 على 12، فيديني 5 على 12 من اللفه، حاجه زي الزفت. اوكي. فيبقى الان اشيلها كده واكتب مكانها 5 على 12. ماشي. 5 بريودك تايم على ال 12. ده كده، دي كده الايه؟ الان بتاعتي يعني. خلاص 5 بريودك تايم على 12 يبقى مش 1 على ان. ده الاسم بتاعتي هي 1 على الان. ماشي. جزء من، انا فاكر ان هي هتطلع 1 على. ماشي. هات لي كمل بريودك تايم، يعني انا عايز كمل بريودك تايم. نفس القصه برضو تاني، 12 تي يديني لفه. انا خدت بالي اصلا ان 2 7 غير 5 ل 10. ايه ده؟ دي هي. واحنا عملناها ليه طيب؟ من 5 ل 10 حبيب قلبي يبقى 5 تي برضه هيديني نفس الحاجه، يبقى 5 على 12. 5 بريدك تايم على 12، ودول كده معلش هيطيروا مع بعض. يبقى انا فاضل لي الساينات، الساين بتاع ال 2 تي والساين بتاع ال 5 تي. هات لي بقى ال 2 تي كده، يلا في السخان. 12 تي هنجيب الانجل بتاع الايه؟ الاي ام اف، نجيب الانجلات اي ام اف. كده كده 12 تي على 12، 5 تي على 12 و5 تي على 12 راحوا مع بعض. مع السلامه. فاضل لي بس الساينات هنبدا نشتغل عليهم. هجيب اي ام اف الانجلز بتاعتنا بكام في كيس 1 وادي كيس 2، وازود اجيب الفاي بتاعتهم، الانجل بتاعتهم نفس القصه. الاي ام اف في كيس جديده هجيب برده سيتا 1 بتاعتها والسيتا 2 بتاعتها، وبعد كده هجيب الفاي بتاعتها الكيس بتاعتها. طيب على فكره انا كنت 2 تي، انا عايز اعرف كل تي بكام عشان نخلص. طيب دول 360 ديجري في 12 تي، يعني التهايه اعمل على 12، 360 على 12، التهايه ب 30 دي ب 60. حلو. انا بدات بقى ب 2 تي، التهايه ب 30. 2 تي دي انا بدات من 60، انا كده بدات بالاي ام اف من 60 وخلصت 7 تي. 7 في 3، 7 في 30، ما هو تي ب 30 يبقى نزلت عند 210. دي 210 ودي كده 210. انا بقى مش عايز انجلز الاي ام اف، انا عايز انجل الفايات. هنزود 90. اوكي. احنا كل هنا بنزود 90. 60 بلس 90 يبقى 150. 210 بلس 90 هو كده كده الفرق ما بينهم 90.
انا عايز هنا انجل الاي ام اف يا اخوان، سوري الفاي يا جدعان، فهو بيديني انجلز الاي ام اف وانا عايز انجل الاي فايات عشان بس انا حليتها كتير يا جدعان بس معاكم. 210 هنزود عليها 90 هتبقى 300. فدي الانجل الاولانيه ب 150 والانجل الثانيه ب 300. اللي بعديها نفس القصه، دي ب 5 تي ودي ب 10 تي، هي بادئه من هنا و10 تي هنا. 5 تي اللي هي في 30 ب 150 و10 تي يعني من 300، يعني هو من الاخر في الاي ام اف بدا من 150 ل 300. هنزود 90 يبقى 240 ل 390 عادي. قشطه، عدينا اللفه عادي. فهنحط هنا من 240 ل 390 اللي هي ايه؟ انجل 30 اصلا. بس كده. تطلع بقى بكام؟ اجيبها لك؟ هعمل لك دي بهاف 300، دي هاف، ودي روت 3 على الاثنين، دي 240 دي بهاف ودي بهاف. ايه ده؟ ايه القرف ده؟ دي 240 دي بالماينس، ماينس هتبقى ب1. واحد على الاثنين ماينس روت 3 على الاثنين، مش صح، انا بعمل حاجه غلط. ودي برضو ساين 300 دي هتطلع ساين تطلع بين ايه؟ الارقام اللي انت كاتبها نيجاتيف 1. نيجاتيف 1 يعني 1 على 1 غلط؟ لا صح. متأكد؟ مش العكس؟ ماشي. اللي بعده 43. ماشي، احنا 43 بس مش عايزين منها مسألة، احنا عايزين نقول لك بس ان هي غلط. ماشي، ادي 43 تك 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 تك. هو كل الناس حلها يا جدعان بشكل معين. ماشي، هو عامل البوتنشال ديفرنس V1 ده V2 ده V1 ده بتاع الفيلمنت. فV1 ده لما يزيد الانتنستي هتزيد، هتنكريز. قشطه. بس هو زين ذا ويف لينس سأل على ايه؟ الويف لينس بتاع مين بقى يا اخويا؟ الويف لينس اي واحده، هو عامه ويف لينس 1 او كده، ويف لينس 1 ويف لينس 2 كذا. الهارد كونستانت والهارد كونستانت وكله كونستانت وكله كونستانت، ومفيش ولا واحده كونستانت، هم كله كونستانت. لان في 1 دي بتاعت الفيلمنت، فبتزود الانتنستي فقط، ما بتزودش حاجه ثانيه، وبالتالي كله هيبقى كونستانت. لو خليناها V2 بس الاجابه هتبقى ايه؟ هي لو فعلا خليناها في 2 كنت لسه والله هقولها. ادي في 2 الله ينور عليك. لو في 2 بقى زادت قشطه، بدل يعني هنا لو دي 2 في 2 زادت هتبقى، يعني هو من الاخر يا جدعان غيروها كانها في 2 عشان تلاقي انسر مش في 1. في 2 لو زادت يعني هو زود الفولت، يبقى هو زود الاي سوفت، السوفت زاد، وبالتالي الويف لينس بتاع السوفت برضو اللي هو المينيمم قل. يبقى الويف لينس حبيب قلبي المينيمم، دي مش الماكسيمم، دي المينيمم قل. يبقى الويف لينس عامه الاجابه ايه؟ ديكريز. قشطه. وبكده ده اكزام رقم 4. شكرا. اللي بعده السلام عليكم، ثالثه ثانوي اكزام رقم 6. 5 فوتناه لان احنا ما عملناش فيه اي حاجه. في سؤال كان افريج عملناه لسه في السؤال اللي قبليه، فالدنيا تمام. فشكرا، هشتغل على السادس على طول. الخامس ما فيهوش. السادس بقى فيه ايه يا معلم؟ رقم اخترنا 10 و19 و20 و29 و33. 33 انا اسف عشان لازم اخر واحد يبقى انجلش. 10 بيو يا رب بيو. يلا حبيبي تعالى اقول لك. رقم 10 اديله. ماشي دلوقتي يا معلم انا عايز الار على الار جي، ودي الليله بتاعتي. من هو الار اصلا؟ ماشي، ويز كونكتد ار باراليل تو ذا جالفانو. ماشي. تو كونفرت ايه تو متر. متر ب 40 ديجري بعد ما كان 80 ديجري. ماشي ايه ازاي ب 40 ديجري دي يا صاحبي؟ عن نفس الكرنت. ماشي، هو ان الكرنت بتاعي 50 ملي امبير. بكره بقى الحاجات دي، بكرهها. لما كان الجالفانو عادي عملت افكت ب 80 لما الكرنت كان ب 10. اما اول لتر عملت افكت ب 40 لما الكرنت كان ب 50. الكرنت 50 ده اللي بره يعني ولا اللي جوه؟ كانت متر مش بالجالفانو. اللي جوه. ماشي اوكي. لما كان معايا 10 ملي امبير كان 80. ما تيجي نعمل القرف اللي هو قال عليه ده كده. كان معايا جالفانو وفقط جالفانو ادي ار جي، وكان عامه مدخل 10 ملي امبير. الجالفانو قاري 80 ديجري، دي 80 ديجري. ماشي، بعد كده حط حبيب قلبي ار جي ومعاك ار وبقى اميتر. ادي ار جي وبعد كده ار. هو بقى بره
ان الجلفانو حط الاميتر بوينتر ديفليكت ل 40 ديجري. عينيا الباشا عمل 40 ديجري، ادي 40 ديجري، بس لما كان هو الكرنت انتنستي باسس ثرو ات ده اللي هو الاميتر، اكيد ات دي عايده على الاميتر لان هو خلاص فجس للجلفانو. يبقى كده دي 50 ملي امبير، 50 ملي امبير. طيب هو عايز بقى الار على الار جي، انا جايبها ابوها منين دي بقى؟ ايه الهبل ده؟ والله انا عامل 50 انا داخل الار جي 5 عشان اعمل النص ال 40 و 80. صح، كلام مقنع والله. ماشي، هو كده كده عند ال10 دخل 80 ديجري، يعني عمل كده 80 ديجري. طب لما يعمل 40 ديجري يبقى الباشا ده دخل له 5 ملي امبير. ده ايه القرف ده بقى؟ بس حلو، الار جي قري 80 ب 10 امبير، يبقى لما يقرا 40 يبقى كان داخل له 5 امبير، ويبقى هنا كده كل سنه طيب هتبقى 45 ملي امبير. وكده كل سنه طيب الريشيو خلصت. الار على الار جي، الار جي فيها 5 يتحط لها فوق، الار فيها 45 يتحط حبيب قلبي تحت. شكرا. حبيب قلبي 1/9. الار جي حطيت فوق يا معلم الاي جي اللي هي ال5، والار حطيت هنا الاي اس اللي هي ال45، فالانسر 1/9. بس دي مش فيزياء، ده انت جاي فاهم، انت بتشوف الاي كيو بتاع الطفل، فاهم؟ والله الاي كيو بتاع الطفل اللي هو اسمه ثانويه عام الوضع عزت ده، بتشوف الاي كيو بتاعه. ماشي، الاي كيو ده بقى انت فاهم، انت بتودينا في حته تخلينا نقعد نذاكر طول السنه في حاجات، ونقعد بقى نلعب مع بعض بقى، احنا جايين نلعب. ماشي، الفورس بتاع اي بي على الفورس بتاع بي سي. ماشي، عايز ايه بقى؟ بيزيد كونستانت بينكريز. ماشي، هو فورس اصلا بي سي ده هو دلوقتي باراليل وبعد شويه يبقى بيربنديكولار، فالفورس دي هتزيد. بص بي سي ده دلوقتي، بي سي بالذات هيبقى البي، كان هو البي عامله باراليل بتاع دي، حلها بكره في زد اكزام، حلها زي ما هي. ماشي، المهم دي معموله كده، دخلت عدت باراليل. امين كل جاي. فبالتالي هنا الفورس على بي سي اصلا بصفر. بعد كده الكويل لما يبقى عامل كده، فهو لو هو باراليل يا جدعان، يعني اللي هو انا عامل باراليل باراليل باراليل، فهو الحته دي معديه كده، بس لما اعمل كده فالسايد اللي هنا ده كده هيكون بيربنديكولار، فالسايد ده هيكون بيربنديكولار، ففي الاخر الفورس دي كده كده هيزيد. طيب اف اي بي بقى، اف اي بي بقى ده على طول اولويز كونستانت اصلا، اولويز كونستانت، بس دلوقتي بيطلع فورس من النوع اللي بيلف اتش اذر، فبيعمل تورك لان الكويل باراليل فالفورس بتلف. انما بعد شويه اللي بيكون بيربنديكولار هيعمل فورس برضه بس من النوع اللي بيكنسلوا اتش اذر. بس انا عايز اقول لك ان الفورس هنا اولويز ماكسيمم، الفورس هنا ثابته على طول. فلما اللي تحت يزيد النتيجه اللي هتطلع هنا وتفرق ايه هي النتيجه اللي هو الريشيو، اكتب لك ادي ريشيو. لما ده يزيد يبقى الريشيو هيفضل يقل هو بتلف. هو بقى المفروض يقول لي ان انا لفيت ايه؟ تيل بيكمز بيربنديكولار اهي. حلوه دي. ماشي، عندنا حاجه صغيره بس. ده كوميتيتور، ده المفروض موتور. ده المفروض موتور. 90 بالاثنين بزيرو. طب معلش تاني استنى كده عليا، ده ايه؟ موتور لما بيلف 90 بيبقى الاثنين بزيرو عشان بتبقى البرش لانسه الانسيليتور اللي هو الكوميتيتور. فايه؟ هي ديكريز برضه. يعني بي سي في الاول كان بزيرو واي بي كان ماكسيمم، تاني مره اي بي هيبقى بزيرو وبي سي هتفضل بزيرو، الرقم اللي فوق هو اللي اقل. هو على فكره بيقول لك ديورنج انتيل، يعني فاهم، هو كل شويه بيقعد بعد شويه بيوصل للبربنديكولار، في الاخر مش هخش له كهرباء انا معاك، بس ده اتكلمت على الاخر على طول. تفهمني قصدي ايه؟ بس حتى في المجال وانا بلف كده كده انت برضه اتكلمت على الاخر، انت اتكلمت على اخر نقطه خالص. يا جدعان مستر علي بيتكلم يا جدعان ان احنا لما نلف الانسيليتور هيكون لابس البراشز، فكده كده الكهرباء مش هتخش اصلا، فده مش هيخش له، وده هيبقى بزيرو، فده مش هيخش له يعني بيقل، وده هيبقى بزيرو يعني بيقل برضه. لا يعني كده كده اصلا كان بزيرو اصلا، فده يبقى ثابت، فلما ده يقل فبالتالي الريشيو هيقل. بس انت برضه ما تتكلمش على كل المراحل اللي قبليها، يعني انت مسكت انجل واحده بس لما بقى بيربنديكولار، بس هو بيتكلم على روتيت، هو انزل كوير روتيت، مش بيتكلم في البوزيشن اللي بعده مش بليزد، فاهمني؟ فده اللي هيفضل يقل، لكن ده يفضل ماكسيموم لحد في الاخر ما الاثنين هيبقوا صفر، عشان كده كده مش هيخش له كهرباء. المهم نفس النتيجه. يلا يا باشا اديله اللي بعده.
نمبر 20 اديله ذا فيجر ريبريزنت ذا جرافيكال ريبريزنتيشن بتاع تك 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 الثيتا والاي. ماشي ذا فاليو اوف اكس. ماشي هو ده هوت واير. طيب هوت واير اهو. انا اصلا مش عارف هو بيتكلم على اي ثيتا او فاكره سنسيتيفيتي اصلا. ماشي الثيتا دي يا رجاله احنا اتفقنا مع بعض هي ليه طالعه كده؟ لان الثيتا دي بتمثل الكيو. الكيو دي مش اللي هي كيو كولوم، الكيو دي اللي هي الجول الهيت. احنا اتفقنا الحاجه لو هي يونيفورم الثيتا الطبيعيه اللي هي اليونيفورم دي لو قال لك ثيتا يبقى قصده بيها كيو. لو طلعت نون يونيفورم يبقى دي كده اي. يعني هنا دي 1 بعد كده هتلاقي هنا 2 وبعد كده في الاخر خالص هتلاقي ال 3 بس دول بالامبير. انما هنا 1 هيت 2 هيت 3 هيت 4 هيت 4 جول. فالثيتا السليمه تطلع كيو. فهي اصلا الريليشن مش ما بين الثيتا والاي، الريليشن دي ما بين الكيو والاي عادي. عشان كده برضو طلع بارابولا عشان المفروض اي سكوير. فانت عارف ان الريليشن ايكوال كيو بروبورشنال مع الاي سكوير. عايز انت ايه بقى يا باشا؟ عايز ما تفتيش وما تعملش ايه واي 2 ماينس واي 1 على اكس 2 ماينس اكس 1. ما تعملش كده خالص خالص خالص. هي ريليشن عادي جدا كيو 1 على كيو 2 ايكوال اي 1 سكوير على اي 2 حبيب قلبي سكوير. الكيو 1 بتاعتنا حبيب قلبي ب 45 ادي كده 45 على الكيو 2 يا عم تعالى نقول ب 20. انا كده خليت دي ال 1 ودي 2 والاي 1 بتاعتي ب 6 سكوير على اي 2 حبيب قلبي سكوير. خلاص دي كده عامة هيطلعوا اي دونت نو هيطلعوا 2 وربع ودي تطلع فوق ودي تنزل تحت. كام بقى يا اسطى؟ ماشي 36 على ال 2 وربع يبقى كله باربعة. قشطة. ماشي دي كده طلعت ب 16 يبقى الاي عامة الوحيدة باربعة. اوكي نخش على بعده رقم 29. حلوه برضه اللي فوق دي بس برضه قشطه. بس هو الشباب عشان تزول في السيتا بس برضه انا قلتها لهم فاهم. قلت لهم صفحه برضه بتتكلم على السيتا دي في مراجعه 4. المراجعات كانت قويه قوي الصراحه بجد كانت قويه قوي. if the pressure of the helium gas is greatly reduced البريشر بتاعه قل. ماشي the expected result ايه اللي هيحصل؟ بص هو انا لما قال البريشر هي اول مره يكلموا عن البريشر دي اصلا. هي ملهاش بريشر بس مش بريشر بتاع الاير. هو مش بيتكلم على الاير اللي جوه. هو مش بيتكلم على هخبط واعمل كوليجن. لا هو بيتكلم على البريشر بتاع الهيليوم. بس البريشر بتاع الهيليوم برضه لو قل مش هيخبط كتير في النيون فمش هيديله انرجي كتير لانه هيهدى. البريشر بتاع يعني حتى كيمستري كده شويه البريشر بتاع الجاز بيبقى دايركت مع النمبر اوف اتومز بتاعته. نمبر اوف اتوم كوليجن يعني دايركت. مش احنا كنا لا مفيش حاجه اسمها كده قصده كوليجن. انا دلوقتي لما اقلل البريشر بتاعه مش هيتجنن. لكن لو زودت البريشر عارف عامله زي ايه؟ عامله زي البريشر وتمبريتشر عندنا في بيتا في نفسه جولي في ثانيه ثانوي. انت دلوقتي لو زودت البريشر خلاص بتلاقيه بيعمل كوليجن اكتر. فاهمني قصدي ايه؟ فهيعمل تمبريتشر اعلى. بس هنا ممكن نقول مفيش حاجه اسمها ان انا اقلل. انا اسف يعني انت ممكن تكون انت عندك معلومه كيمياء دي بس مش هقدر اقول لك ان الاتوم هتقل. ما ينفعش عدد النمبر بتاعتهم هيقل. ما ينفعش. يعني حطيت هيليوم ده ماس ما ينفعش انا لما اقلل بريشر تقول لي ان هو العدد كموليكيول اتوميك نمبر ما ينفعش يقل. لا انا بتكلم على احنا بنحط 10 هيليوم لواحده نيون. حلو. فقصده يقلل عدد الهيليوم بالنسبه للنيون. لا هو بيتكلم على البريشر وبدل بيتكلم على البريشر يبقى ال10 دلوقتي مش بالنسبه لي اكتف ان هم يضربوا النيون. انت فاهم؟ زي ما بقول لك ايه في ثانيه ثانوي. اوكي يعني هم دلوقتي مثلا فرسي ال10 دول بيضربوا بقوه معينه دلوقتي قوتهم هتقل. يعني او العدد الخبطات بتاعتهم للنيون الريت بتاع الخبطات هيقل ريت لان هم ما بقاش عندهم كوليجن ما بقاش عندهم موشن. يعني بدل ما نقول لو هم كانوا 10 بيخبطوا بواحده نيون هيخبط 8 مثلا او 7 بالظبط. مش كلهم هيعملوا الكوليجن او مش كلهم هيبداوا يتحركوا يخبطوا في النيون 8 مثلا فعلا. فدلوقتي من الاخر الريت بتاع الهيليوم الريت النمبر من الاخر النمبر بتاع الكوليجن من الهيليوم اللي رايح للنيون ده في حد ذاته هي ايه؟ هيديكريز. احنا قاعدين بنجيب الحاجات الويرد صح؟ قشطه. فبالتالي اكيد النمبر هيبدا يقل المفروض. ماشي انكريز الريت بتاع الاستيميوليتد ايميشن. لا ديكريز الافشنسي اوف ذا انرجي ترانسفير تو نيون. انا مش شايفها حلوه. تمام. انكريز ذا ويف لينث اوف ذا ريزلتنج ليزر. بص هو انكريز ذا ويف لينث دي
الويف لينس اوف ذا ريزلتنج ليزر برضه لا مالهاش دعوه، اول ما تخبط في نيون هيطلع على طول. يعني انت لو خبطت في نيون هيجيب لك ويف لينس وبرضه يبقى دي كده تمام. disappearance of the time coherence property of the photon. time coherence اللي هو انت هتلاقي كلهم مش طالعين في نفس التايم، اللي هو ربنا يكرم عقبال بيخبطوا يعني، صح؟ disappearance of the time coherence الاجابه دي صح؟ ماشي. بص انا بالنسبه لي efficiency of energy transfer هو كده كده هيعمل ترانسفير بس هيعمله بريت اقل. الافشنسي هتقل. هي الحاجه معروفه، الحاجه اللي ما تفهمهاش هي دي اللي تختارها. تمام. disappearance of time coherence على فكره برضو ما هو ما مش لا ما هو التايم كده كده اصلا مالهاش دعوه اصلا بالهيليوم، بسبب الليزر اصلا بينزل مع بعض اصلا من اي 2 ل اي 1 فكده كده هيطلع مع بعض اصلا. الفوتون ال7 جول هتخش مع ال7 جول وكده، ففعلا دي غلط. قشطه. يبقى احنا كده ايه الافشنسي بتاعتنا الافشنسي بتاعتنا في الانرجي ترانسفير افشنسي دي قصده ان انت ان شاء الله توصل ليها هتلاقي وصل بريت اقل. الهيليوم بيخبط في النيون، ما احنا قلنا نعتبر العدد بالظبط قللنا العدد فديكريز الافشنسي. بس الافشنسي اوف انرجي دي معناه ان انا وصلت له انرجي اقل مش وصلت له عدد اقل. اقول لك حاجه، لو احنا اتكلمنا ترانسفورمر، لو انا قلت ان انا معايا هنا الباور ب 100 والافشنسي 90% فهو وصل 90 ماشي يبقى انا وصلت. لا بس مالهاش دعوه دي عدد، انت بتتكلم حاجه ثانيه، افشنسي حاجه ثانيه خالص يا عم علي. كلمه الافشنسي اول مره تشوفوا جدال علمي، ها انت اول مره تشوفوا جدال علمي احنا. ماشي. عامه ديكريز افشنسي اوف يا جدعان احفظوها، هي كده مش جايه دي. ايه القرف ده؟ يلا يا باشا اللي بعده نمبر كام؟ يلا حاج. 33 هي وقفت عندها ما شاء الله عليها، هي عارفه. اوكي 33 تك 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 ار و2 ار which of the following values of the r. هوبا انت هتروح للسكوير وكده، هتروح للسكوير هنقعد نعمل ار سكوير وبتاع. ماشي. هي مفيش ولا واحده بالصلاه على النبي عليها. وعايز what is the value of the r and the r1 احتمال للارات والار1. ماشي مش فاهم. هو قال لي الفولتج اي بي ب 6 فولت والفولتج اكس واي ب فولت. هنا كده خلاص بقى يا حمو. ميو. ماشي. اي بي عامة ب 6 فولت. ماشي. و اكس واي فين؟ اس جي. اكس واي دي في دي اللي هي اي 1 في يعني. هي 6 في اصلا مش كده، دي في يعني 1 في. ماشي. فربنا يكرم يا رب ونشوف. يلا يا رجاله نخش ار و2 ار وهنا يا معلم عندك ايه ار. ماشي. نعمل ايه باشا؟ ايه رايك لما نتكلم اي توتال عشان ما بحبش اتكلم انا كده. ده هنا ده في اي توتال الباشا، ده في كده اي توتال قشطه، وهنا في اي 1 او اي 2 اي 3 اللي هي اي 1 كويس ان هو سماها اصلا. اوكي حبيبي انت زعلان ولا ايه باشا؟ الراجل زعلان. شكرا. ليه بس يا حسين زعلان ليه يا حسين؟ يلا يا حسين. المهم يا معلم هنا اي 1 هو سماها اي 1 وده كده مش عايز بقى، انا عايز اجمع دول كده مع بعض يبقى 2 ار وار. انا كده معايا ار 1 فوق وعندي هنا كده حبيب قلبي على فكره دي كده عليها 6 في زي ما الحاج قال قشطه، وهنا دي كده عليها في. واقدر اقول لك 2 ار وار يبقى 2 على 3 ار ادي الايكويفالنت بتاعتك، ومعاك بطاريتك المتينه ودي كده فيها ايه اي 1 ودي كده فيها اي 1 ودي عليها في. طيب اذا كان حبيب قلبي الار 1 اذا كانت الار 1 ماشي الار 1 بنفس الاي ها يعني اي 1 في ار 1 ايكوال 6 في يديني 6 في. اذا كان بقى اي 1 في 2 على 3 ار من غير ار 1 يديني حبيب قلبي في. كروس مالتيبليكيشن عادي جدا. لما نعمل كروس مالتيبليكيشن باي حاجه انا عايز اجيب على فكره هات لي يا عم ار 1 عايز ار 1 يبقى ده في ده على ده وبرده خش عليا بديفايد. عامه اي 1 هيتم على الاي 1 فكك مني خالص كده كده الاي ثابته. يبقى الار 1 ايكوال 2 على 3 في الستة يبقى 12 على 3 يبقى 4 ار. قشطه. هشيل بقى انا ار 1 واكتب مكانها 4 ايه ار، وكده بالتالي اعرف ان احنا عندنا
ان البطاريه كده كده اول حاجه 7 في، وتعالى نجيب ار ايكوفلنت 4 ار و2 على 3 ار، يبقى تعالى نجيب برضه اي توتال كلها على بعضيها كده، اي 1 يعني اي توتال دي اللي هي اي 1 ايكوال في بي على الارات، الار ايكوفلنت بلس ار انترنال. ماشي مفيش ار انترنال، ماشي يبقى انا بالنسبه لي ادي في بي ار ايكوفلنت، بس تعالى نجيب على جنب كده، على جنب معلش، الار ايكوفلنت ايكوال 4 على 2 على 3 يبقى 12 و2 14 14 على 3 ار. هو بقى عايز ايه بقى؟ مش عايز كل ده، هو عايز ار 1 ار 1 4 ار، عايز شغل تشوز اللي بيجيب 4. هو انا فعلا مش عايز كل ده، انا عايز 4 بوسيبل. احلى حاجه ان هو كاتب بوسيبل، ايش بقى مع نفسك. فاذا جبت ان ار 1 يكوال 4 ار يبقى لازم يكون 4 اضعاف ار 1 4 اضعاف، ار 1 4 اضعاف دي مش 4 اضعاف، وار 1 دي مش 4 اضعاف، يبقى يا اما دي يا اما دي. اول واحده 3 اضعاف، يخرب بيت الشم، الوحيده اللي 4 اضعاف، الاجابه بي. ماشي اللي بعده، احنا كده خلصنا ولا ايه؟ احنا كده خلصنا هذا الامتحان اللعين. خش على الامتحان اللي بعده، شفتها قبل كده دي. يلا بينا اكزام 7، توكلنا على الله. اكزام 7 بقى يا معلم عباره عن رقم 13 ماشي، ورقم 17 ورقم 42. ماشي رقم معلش انا اسف، قلتهم بالانجلش يا جدع يا شت. رقم 13 اديله. ماشي الراجل طالب كيوهات ذا انديوزد تشارج، وفي و2 في ومش عارف ايه. عايز ايه بقى دلوقتي؟ الفيلوس الدايركشن بتاع الفيلوسيتي بالمنظر ده. الانديوز ده يا معلم عامل لنا كيو في ريزيستان ار. اف ذا اكسبيرمنت عامل بسيم ماجنت بس موف ده اواي ب 2 في. ذا ماجنتيود اوف ذا انديوزد تشارج هيبقى بكام؟ 2 كيو. انا مش فاهم. زاد الفلوس الدبل زي ما احسن. طب الفيلوسيتي لما يزيد الدبل الكيو هتزيد الدبل، الكيو هتفضل كونستانت. عارف ليه بقى؟ عشان التايم ملوش علاقه بالكيو. حلوه دي، بس ازاي بقى؟ انا عارف ان هي كرومبا، بس ازاي برضو؟ جدعان قانون كرومبا بس نشرح للشباب الاول. ادي ان في البي في الاريا قشطه. هو بقى لما زود الفيلوسيتي الدبل معناه ان التايم قلل هاف، وكده كده اصلا في بروف كرومبا اللي هو اصلا كان كيو تي اللي هي اي في الار اللي هو ده الاي ام اف ايكوال ان بي في الاريا على الدلتا تي قشطه. فده كده الاي ام اف ايكوال نبات، بس التي راحت مع مين؟ مع تي، فبقى قانون كرومبا، فالتي مش موجوده. فلما تقل الهاف الكيو المفروض تبقى ثابته. ازاي بقى؟ ازاي الاي ام اف؟ على فكره عاديه جدا، لان اصلا انا المولد ما ولدش اي اصلا، انا بولد اي ام اف بس حلوه. بس ده عايزه واحد برضه مذاكر برضه. ما الاي ام اف زادت الدبل بس الار ثابته، يبقى الاي لازم تزيد الدبل، يبقى الكيو لازم يزيد الدبل. هي اللي قلت، هي بس عشان ما هو التي قلت. لو انت بتتكلم على اي ام اف بالترتيب كده، فالاي ام اف زادت الدبل، الاي زادت الدبل، التي قلت الهاف. التي قلت الهاف هي والكيو ثابته. ماشي والاي زادت الدبل عادي. ماشي اللي بعده. بس خازوق قوي، انا تعبان قوي ان انا اقع فيها دي. تبقاش دونت سمول قص من الاخر. رقم 17 ان اي سي يا معلم ريشيو ذا. انا بتعامل ان انا فاكر المساله جديده، هتعامل معاك بطريقه زباله. خلاص يا علي باشا، اتس اوكي يا علي. الافريج يا معلم اي ام اف يا معلم في ال1 third starting from perpendicular position generated during 1/3 السايكل من مش عارف من البارallel بوزيشن. ماشي 1/3 السايكل. ماشي باشا الاي ام اف افريج يا باشا بتاع ال1/3 على الاي ام اف افريج بتاع ال1/3 ايكوال كده كده برضه هنعمل نفس الكلام. نباف هتطير، ان دلتا فاي على الدلتا تي هتطير، بس هيبقى لي الساين تشينج في الساين سيتا ماينس ساين سيتا، وحتى بريدك تايم على الثلاثه هتطير، ودي ساين سيتا 2 ودي ساين سيتا كذا ودي ساين سيتا 1 ماينس ساين سيتا 2. ماشي اوكي. السيتا بس الاولانيه انا كنت بادئ من البربنديكولار بوزيشن، يعني الاي ام اف ايكوال 0، معناه ان السيتا هنا ايكوال 0، يبقى هنا السيتا ايكوال 90. لما الف 1/3 اللفه 1/3 دي تلت ال 360، يعني بتتكلم في 120،
يعني من الاخر الثيتا بتاعتي عامه، الثيتا بتاعتنا 1 حبيب قلبي كانت بزيرو، بقت الثيتا 2 بقت ايكوال بعد ما لفيت تلت اللفه 120. دي ثيتا الاي ام اف، وبالنسبه لي الفاي هتبقى الانجل بتاعتي ب 90، زودت هنا 90 وزود هنا 90 تبقى 210. يبقى هنا كده دي 210. الثيتات بقى الثانيه لو بادئ من الباراليل بوزيشن معناها ان الاي ام اف اشتغل. الثيتا الاولانيه عامه ب 90، ويبقى الفاي بتاعتي الثيتا بتاعتها هنا ب 180. لما تلف 120 ديجري بالنسبه لل 90، انت كان معاك 90 بادئ من الباراليل بوزيشن وهتلف 120 لان انا لفيت تلت لفه، يبقى انا كده بقى معايا 210. ماشي، يبقى انا كان في الاي ام اف من 90 ل 210، يبقى انا هزود هنا 90 تبقى 180 وهزود هنا 90 تبقى 300، وتبقى الانجل هنا 180 ماينس 300 بس كده، وهتبقى دي بزيرو، دي واحد ماينس هاف يبقى بهاف، ودي روت 3 على الاثنين يبقى دي ليس ذان 1. صح؟ شكرا. اللي بعده رقم 42. كل ده مش عاجبينك يا علي؟ ولا عاجبني والله. 42 اديله. اللي بعده ماكسيمم يعلم بوتنشال بتوين البليتس فولي تشارجد ال وسي. ماشي، الماكسيمم انرجي ستورد في الكاباستور ايكوال كذا. ماشي، ده كده ماكسيمم بوتنشال، ده كده الفولت ماكسيمم. ماشي، بس ده اللي معمول في الكاباستور، يبقى ده في كاباستور. وده كده الالكتريك انرجي الفورم الكتريك فيلد. ازاي دي ده فيلد ولا انرجي؟ انرجي اهي. ماشي، والانرجي بتاعتنا ادي الانرجي بتاعتي. وين ذا بوتنشال ديفرنس في الكاباستور ب 8 فولت، ذا انرجي ستورد 30. انتوا قاعدين بتشكلوا ولا ايه؟ ذا اوميك ريزيستنس اوف ذا كويل and the connecting wire is negligible. ذا اوميك ريزيستنس اوف ذا كويل، هو في كويل اصلا، هو قال لي ال سي. ماشي خلاص تمام. The energy stored in the inductor in form of magnetic field. ماشي، في أي لحظة لازم يقول في هو عايز في ال 30 جول. ماشي، طب أنا دلوقتي معايا أصلا، كان لما أكون معايا ماكسيمم كان معايا ده 160. لما خزن حبيب قلبي هنا 30، يعني أنا دلوقتي الكاباستور مع الكويل ماشي هم كده آخرهم 160 مايكرو جول. لما الكاباستور يكون شايل 30 مايكرو جول يبقى اكيد الباشا شايل البائحه الثانيه 130 مايكرو جول، ان التوتال اهو يبقى انا 130. ده اللي في الكويل. الانديوسد بقى الكتروموتيف فورس جنريتد ان ذا اندكتور، دي حلوه. انا الماكسيمم بتاعي 8، الماكسيمم بتاعي 20، الكاباستور بقى معايا 8. اوكي، يبقى الناحيه الثانيه الكتروموتيف فورس مين قال ان هو توتال فولتج اصلا؟ هيبقى الاثنين 8 عادي. الكتروموتيف فورس جنريتد ان ذا اندكتور، هو كله مش تشينج. هو في الاول لما اتكلم عن الكاباستور كان بيتكلم عن الماكسيمم الكاباستور. ماشي، انا الكاباستور دلوقتي عندي كان كله ماكسيمم بتاعي، لو هو شايل 160 كان معايا 20 فولت. دلوقتي الباشا ده بقى معاه 8 فولت، يعني دلوقتي انا معايا 8 فولت. هل معناه ان الناحيه الثانيه راح 12؟ مفيش حاجه اسمها كده. مفيش حاجه اسمها كده. مفيش حاجه اصلا، دول باراليل. فالانديوسد بتاعي مش هيبقى 8 برضه. بص الكيرف بتاع الكاباستور بيبقى عامل كده، هو كان معاه 20 ووصل لحته ال8، فالانديوسد بالباقي لحد ما اوصل للزيرو. انديوسد بالباقي عشان ده اللي فيه اللي تشينج. يبقى 12. ليه 12؟ عشان زي انا بزود، عارف انت لما بنزود بنعمل هوبا اللانش كده، وطالع لل20، هطلع لل20 وانا واقف عند ال8. يبقى الانديوس ده انهي واحد؟ مش ال8 ولا ال20. يبقى انا الانديوس ده بتاعي هو مين؟ اللي لسه متبقي. فلما يكون ده معاه 8 يبقى هو عمل انديوس ده هنا بحق ال12 لا، بحق اللي متبقي. صح؟ الكاستور دلوقتي معاه 8 يبقى بحق اللي متبقي، اللي متبقي 8
مش بحق اللي عدى، اه اللي متبقي 8 يبقى الانسر 8. صح ولا ايه؟ لان انا دلوقتي انا كان معايا 20 والكباستور دلوقتي بينزل ان هو بيفضي. دلوقتي هو بيقول لك الكباستور معاه 8، هو مش بيقول لك ان انا وصلت ل 50% وصلت لكذا فبشوف الباقي. انا اوريدي الباقي اصلا اللي معايا 8. انت فاهمني قصدي ايه؟ مش عشان هم بارل على فكره، عشان هوصل الاي بي اف انديوزد بكام؟ ب 8. انت فاهمني؟ ايوه موديل انسر ايه بقى؟ هي 8 اجابه سي. جامده. عسل. عايز اقول لك اصلا موجود الرول جديد تماما في قال لي بقى مش مشكله، بعدين نشوف الموضوع ده. خلصنا 42. في حاجه تانية حلوه؟ مبروك عليك. 40 بتنجانه بتاع دي برضه حليناها هي. خش يا باشا على بعض. السلام عليكم. ثالثه ثانوي اكزام رقم 8. ماشي. 9 و11 و12 و33 و35. اخر واحد لازم بالانجلش. 9 و10 و11. تعالى اقول لك. يلا يا باشا. تو سنسيتيف يا معلم سبرنجات المتينه. ماشي. 1 نيولي مانيفاكتشر. اوكي ماشي. والاذر اولد. ماشي. اند اوفر يوزد ويكند سبرينج اف ذا الكتريك كارنت ب 5 امبير. هنا يقرا كام وهنا يقرا كام؟ بص هيقروا كام؟ اول واحد هيقرا 5 عادي، ده الجديد. قشطه. الثاني هيقرا الضعيف، السبرينج الكارنت هيقدر يدوس عليه. يعني الاولد كمان الاولد جالفانو السبرنجات ضعيفه. فدلوقتي ما دام هي ضعيفه السبرنجات هي اللي ضعيفه، مش الكرنت هو اللي ضعيف. انا دخلت كرنت عمره ما هيبقى ضعيف، هو اسمه 5 امبير. فالكرنت هيطلع 50 عادي بتاعته اهي، بس السبرنجات يعني تعبانه، فهتضطر تدوس عليها شويه عشان هي مخوخه شويه عشان تحس ان هي مشدوده. فانا هدوس عليها شويه، فمعلش هكمل سنك لسه بحلها اصلا في البتاع اللي فات. فدي 5.5 بس كده. خلصانه؟ باشا عيش اللي بعده. صباح الفل. جامده برضه حلوه بحبها موت. رقم 10. ماشي. هو كل حاجه على فكره بتحب الامبيتر والفولتميتر والجلفانو ها؟ هو انا قلت 10 انت قلت 10 9 10 11 19 9 11 ماشي. 9 11 انا اللي ما شفتش. يلا يا رجاله نمبر 11 اديله. دلوقتي الراجل قفل كي 1 كي 1 از كلوزد. ماشي. قال لك السنسيتيفيتي ريديوست 1 ثيرد وكي 1 و2 از كلوزد. عايز اعرف السنسيتيفيتي قفلت منين؟ الكي 1 اهو قفلناه. طيب الكهرباء لما هي ماشيه كده على فكره هتمشي كده، وبالتالي كمان هتمشي كده. يعني ده لما يبقى ده اوبن ده مع السلامه. فدي معايا. فدول كده عامه ب 12. قشطه. 12 و4 الاثنين دول بارل مع بعض. فكده الاثنين دول كده مع بعض بثلاثه، اللي هو حاجه وتلتها تجيب ربعها. فالار اس بتاعتي عامه ايكوال 3 اوم. ويبقى الاي ايكوال معلش تاني. وهو قال لك ان السنسيتيفيتي قلت 1 على 3، يبقى الاي زادت 3. ويبقى الاي ايكوال 3 اي جي. ويبقى الار جي ايكوال 2 ار اس. والار اس بتاعتي ب3 اهي. ار اس في كيس 1 في 2 يبقى الار جي بتاعتي بقت بكام؟ ب6. ماشي. جامده قوي، خفيفه موت وحلوه موت. لما انا بقى اقفل كي 2 وكي 1 الكهرباء تمشي كده، تيجي تنزل امشي في ال8 ولا مش؟ ايوه دي بقت جامبر واير حاجه بلس 18. ال8 مش معايا. بعد كده هتيجي هنا الاثنين دول هيتقسموا. لما هو كان فاتح قافل الكي ده بس كان دول كلهم باراليل مع دي، انما لما قفل ده وقفل ده بقى ده كده باراليل، فال8 كده مش معايا. وكده الار اس بتاعتي ب2 بس. دي الار اس في الكيس الجديده وهي ب2 بس. نحط الريشيو بعد اذن حضرتك ان الار جي ايكوال ان ار اس. الار اس ب2 وادي ان والار جي بتاعتي ب6. ادي الار جي بتاعتي ب6. الار جي احنا جبناها من هنا اهي. ماشي. نزل الاثنين الان بتاعتي هتبقى ب3. الان بتاعتي هتبقى ب3. ودام الار جي ايكوال 3 ار اس يبقى الاي ايكوال 4 اي جي. ويبقى ما دام الاي زادت 4 اضعاف يبقى الاي زادت 4 اضعاف. ويبقى السنسيتيفيتي قلت 1 على 4 اضعاف. ماشي. خش يا باشا على اللي بعده. نمبر كام؟ 12. احنا خلصنا كده لسه. يلا يا باشا نبدا بقى واحده واحده كده. اديله نمبر 12.
the intensity of the induced current in the coil vanish when انا في انهي سايد؟ عند 1 ولا عند 2 ولا عند 3 ولا عند كام؟ ماشي. لو انت عايز انهي سايد بقى اللي لامس الحته دي؟ هو ان سايد اي بي. ماشي. لو سايد اي بي واقف هنا هيبقى خارج لبره، وساعتها هيولد كهرباء عادي. 2 هيبقى بلح، لا 2 هيولد برضه. ايه؟ ماشي. احنا كده في ال 1 هيولد و2 هيولد و2 هيولد و3 هيولد. لا استنى بس عليا. ماشي. سايد اي بي يا معلم، هو هنا اصلا العرض ده ال. ماشي. فلما يكون اي بي ده لامس عند 1 هنا كده، فيكون هنا. ماشي. ماشي. فلما انا ابدا من هنا اطلع لهنا، ده هيولد ليه؟ لان انا اصلا بقل في الانتو. ماشي. يعني هبدا اتحرك، فالاريا بتقل في الانتو. يعني الانتو ادي البي اوريجينال هنا ده انتو، بس هو بيبدا يقل. ماشي. فالفاي بتاعته بتبدا تقل لان هو بيبدا يطلع من الاريا دي. ماشي. وهو بقد بالال يبقى الفاي بتقل، ولما الفاي بتقل يبقى عامه احنا بنتكلم في فورورد، وساعتها البي انديوزد هيبقى هو كمان ادي البي انديوزد هيبقى هو كمان فورورد. قشطه. يبقى بي انديوزد هو كمان انتو، فده انتو ادي البي انديوزد. انتوا ثانويه عامه ماشيين زي الساعه، ادي ماشيين زي الساعه. خلصانه. تعال بقى نخش الناحيه الثانيه. هنا بقى هيزيد، يعني كل ده لما يخش سنه كده هيبدا يزيد. جميل. فيبقى عندنا جزء البي اوريجينال اوت، وهيبقى اوت، والفاي عامه هيبدا يزيد، فبالتالي هنعمل باكورد، وبالتالي حبيب قلبي البي انديوزد هيبقى هو كمان انتو. قشطه. فهو داخل كده. الحته دي لما يبدا الحته دي تخش كده، فدي كده دي هتبقى انتو، وانتو ثانويه عامه هتبدا ايه تمشي معاها. فده كده هيولد كهرباء. ماشي. نمبر 2 لما اكون انا بقى عند نمبر 2، يلا في 60 داهيه الاثنين انتوا مع بعض. لما اكون انا عند نمبر 2 هيبقى جزء هنا وجزء هنا، وبالتالي هي ده برضه بزيد وده برضه بفضل اقل، فبالتالي هبقى تمام. 1 و 3 ما عملوش. 1 و 3 هيعملوا. هو بص 1 و 3 احنا هنوصل للماكسيمم اي ام اف كويل. تمام. بس هو بيسالني على اللحظه اللي سايد اي بي هيكون فيها عند 1 و 3، اللحظه اللي هيكون سايد اي بي فيها عند 1 و 3 هيكون الاي ام اف بتاعتي بزيرو. هو عايز السايد الواحد، عايز السايد اي بي بس. عندي ايه وبي. ماشي. ذا انتنس اوف ذا انديوسد كارنت جنريتد ان ذا كويل وين سايد اي بي. لا، وعايز اللي في كويل. تمام. بس انا لما بوصل عند 1 هيبقى كل الكويل بقى جوه الماجنتيك فيلد، في اللحظه دي بيختفي فيها لا، عند 1 هو قصده نقف عند 1. خلاص بقيت عند 1. انما النقله بتاعتي من بره. لا، هو بيتكلم بتحرك من عند 1 ولا بيتكلم عند بوينت 1؟ عند بوينت 1 اول يعني خلاص انا هفنش. ماشي. عند بوينت 1 انا معاك تمام عادي جدا. ادي بوينت 1 اهو، الكويل عامل كده، فده كده هيفضل يقل لان الاريا كل شويه بتخش. بعد النص هيبقى الاريا كل شويه بتقل حلو. لغايه ما اوصل جوه خالص لحد وصل للماكسيمم، اريا. فده بالنسبه لي خلاص. عند 3 برضه. بقول لك ايه، ده عك والله، عك بجد. لان انت اول ما توصل عند 1 هتبدا تولد كهرباء اصلا. لا، بعد ملي ثانيه هولد كهرباء، وبعد 3 هولد كهرباء. وبعد 3 هولد تاني. طب ما ده اللي بقوله. طب ما انا اول ما اوصل ل 3 هولد في لحظه 1 يعني، ولحظه 3. ماشي. عامه يا جدعان لما يكون الاريا كامله هنا، بس ده هري فيزيائي. ده مش صح، لان انا عند لحظه 1. ماشي اوكي، انا معاك، انا فاهمك، وهو الشباب كلها فاهمه ان احنا نوصل كده، بس احنا اصلا كان يعملها روبوس احلى يعني. المهم ماشي. رجاله عند اللحظه دي وعند اللحظه دي يا رجاله لما اكون هنا خلاص. اللحظه بقى اللي انا عملتها اصلا من شويه ان انا اتحركت، ان هو بقى بيتكلم كده، اللي هو انا نص هنا ونص هنا، ده كده يبقى انا ولدت. ده اللي انا عملته من شويه، ان هو ده هيولد هنا وده هيولد هنا، والاثنين دول هيولدوا كلوك وايز. اوكي خلاص. فبالتالي هيولد لي كهرباء هنا. انما هنا بقى كده هيبقى هتبقى الفاي ماكسيمم، وعند هنا في نفس اللحظه دي كده
هتبقى 5 ماكسيمم. الانسر يا جدعان 1 و 3 وانا قرفان منها. اللي بعده بس هو مش راضي يعمل اي حاجه تانية. خلصنا كام؟ ماشي 33. انجزي بقى يا حاجه كده عشان زهقت. انجزي. انا بحل هنا من الساعه 10 الصبح كده 13 ساعه. شفته طبعا. لا بحل مش لا مش من 10 الصبح، من 11 تقريبا. 33 فين 33؟ مع السلامه. تقول شفت وايه؟ شفته مطاعم. شفت مطاعم. والله شفت التدريس اصعب، والله شفت التدريس اصعب والله. R1 على R2 واديله 1 على 2 ماشي. وهوبا اللانش الراجل قال لي كذا و100 فولت 0 فولت. بحب الحاجات دي قوي. R1 على R2 ايكوال 1 على 2 ماشي. كروس مالتيبيكيشن. بس نقفل البتاع دي. الاي بتاعتي قالك بكام؟ طب ما خلاص المساله يعني 20 فولت. R1 على R2 شفت كده يبقى R2 في ال1 R2 في ال1 ايكوال 2 R1 ماشي. يبقى R2 اشيلها واكتب مكانها 2 R1 ماشي. تعالى بقى نمشي كده تك 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 كده. يبقى 100 على 20 100 ماينس 20 يطلع دي كده. دي عامة ب 80 فولت و20 ل 100. ايه القرف ده؟ ماشي. هم مش نفس الكلام. ما اكيد مش نفس الكرنت. ماشي. و100 على 20 بس دي كده خلاص ماشيه كده. دي كده ماشيه كده. و100 ل 20 اي 2 كده يبقى برضو دي ماشيه كده. ماشي. نسمي اي 1 نسمي اي 2 ودي 100 على 20 يبقى دي كده كمان كام؟ 80 فولت. ماشي. وما دام دي 80 على ار 1 يطلع اي 1 يبقى 80 على 2 ار 1 يطلع نص اي 1 صح؟ قشطه؟ ماشي. ودي 20 على 0 خلاص كده بقى عملتها 1 انون. 80 على ار يا جدعان طلع اي 1 يبقى 80 على 2 ار. الار زادت الدبل يبقى الاي قلت الهاف. ماشي. دي 20 ل 0 خلاص مفيش حاجه ثانيه. انت عايز ايه اصلا؟ الراجل عايز ايه؟ عايز ار 2 ماشي. انا مش عارف ماشي. 20 ل 0 ادي 20 للزيرو المتينه يبقى هنا كده في 20 فولت. 20 فولت على 20 اوم يطلع هنا حبيب قلبي 1 امبير بس في الاتجاه ده. يطلع 1 امبير لان ال 20 هتمشي للزيرو. و50 ل 20 يبقى الحته دي كده الفولت اللي على ده ب 30 فولت. من 50 ل 20 الكرنت هتمشي في الاتجاه ده عشان تمشي كده. و30 فولت على 50 يبقى 3 على 5 امبير. يلا يا باشا كي سي ال ماشي. عند النقطه دي كله هيتجمع ماشي. اي 1 داخله ونص اي 1 داخله يبقى اي 1 داخله زائد نص اي 1 داخله ايكوال اي 2 خارج اي 1 خارجه و3 على 5 برضه داخله. يعني دي داخله. انا عرفت داخله منين يا جدعان؟ 50 ل 20 100 لل 20 100 لل 20 20 للزيرو هي الوحيده دي اللي خارجه. فدي كده ايه؟ ادي 1 امبير ماشي. ودي داخله ب 3 على 5 وكده خلصت المساله ماشي. يبقى 1 ونص ودي هتروح الناحيه الثانيه. 3 على 5 ماينس دي هتبقى بالنسبه لي 2 على 5. 1 ونص 1 ونص اي 1 او تعالى نكتب 3 على 2 3 على 2 دي هتروح الناحيه الثانيه تبقى اي 1 4 على 15 امبير. امين امين. وده اي 1 بالمنظر ده تعال نجيبها من هنا يبقى دي كده 4 على 15 80 على 4 على 15 هطلع ار 1 ماشي. 80 على 4 على 15 20 في 15 ب 300 دي كده ار 1. هتلاقي ال 300 اكيد موجوده صح؟ ار 2 بقى يا معلم ادي كده دي ب 300 ار 2 ب 2 600 انت حليتها كده؟ ماشي. لا انا بتكلم على حليتها اصلا بنفس الشكل. 35 ماشي. فولتميتر 1 انا بفهم قاعدين في مهمه انتحاريه. انت عارف ان انا لسه حضر زد اكزام والله لسه حضره النهارده بس عادي يعني تعود. فولتميتر 1 وفولتميتر 2 ودي 30. ها بعد كده عايز ايه بقى؟ ريسبكتيفلي
اللمبه ايه؟ اي سي هيدمج. اف اي وسي هيدمج. ماشي، يبقى فولتميتر 1 على فولتميتر 2 هيقروا كام؟ اول مره اشوفها دي بجد. كل الريزستانات تمام. هو كده كده عامه لما ده هيدمج وده هيدمج يبقى كده الاي بتاعتي كلها بزيرو. ماشي؟ ماشي. يبقى ده ياكل كام وده ياكل كام. اول مره اشوفها والله. ماشي؟ بص هو كده كده هياكل ده كده، هيبقى فيه انفينيتي وهنا فيه انفينيتي، فالمفروض ان الاثنين دول هياكلوا ال 30. بس كل واحده 30 ولا 15؟ اقول لك انا كل واحده 15 عشان هم سيريس. ايه العبث ده؟ اول مره اشوفها والله، اول مره اشوفها. هتلاقي كل المدرسين اول مره يشوفوها اصلا. اذا كان انا اول مره اشوفها يبقى هم كده اول مره يشوفوها. اه والله، اصل يعني بعد فاهم بعد 6 سنين هو بنحل ايه؟ الليفه، فاهم؟ فاكيد. ما حلتش للطلبه. ايه؟ انت حلتها، انت ما حلتش للطلبه. لا ما خلاص، ما هي اصلا الطلبه جمعتها، ما عشان قلت هم سيريس، ما أنا قلت لك عشان هم سيريس. عارف ده لو باراليل كانت هتبقى 30 و30 ده تمام، بس انت كفولت كده كده مش هينفع دي 30 ودي 30 اصلا، مش هجيب 30 منين؟ هو بيعتبر الريزستنس بقت كبيره جدا. بقت resistance كبيرة بتاكل. ولا كانها موجوده، هي كده كده الفولت بتاعها بصفر. ماشي حلو، خلصنا كده ولا ايه؟ 35 35 لذيذه برضه، اول مره اشوفها. شكرا ان انت جبتها لي. اللي بعده يلا باشا. السلام عليكم يا رجاله. بصوا يا جدعان دلوقتي نموذج 9 الوزاره منزلاه مضروب، يعني منزله البي دي اف بتاعنا مضروب. لو انت عندك يا ريت تبعته لنا والله، يمكن ربنا يكرمنا. النموذج 10 بقى هو عادي، يعني انتوا حليتوا زيه كتير، مفيش حاجات مرعبه شويه، في حاجات عاديه. يعني دي كويل سولنويد، احنا قاعدين بننقف دي، يعني السولنويد عامله كده والكويل برضه هيعمل انت ولا اوت او الواير، فالكلام ده عادي برضه. ار اس مش عارف ايه، فالكلام ان شاء الله يكون عادي بالنسبه لكم تمام. ولو في اي حاجه يا ريت ايه تبلغونا، وان شاء الله الموضوع يبقى لذيذ. شفت الصوره دي اكيد هتتخض. باي باي. كده احنا خلصنا الحمد لله 2025 و2026 ملخص. يا رب اكون استفدنا من بعض، ويا رب اكون افدتكم واحنا عايشين حياتنا. انا قاعد من غير ما نحضر، قاعدين بنتسلى كده تدريب في تدريب. ان شاء الله خير. سلام.